بتبدأ الحكاية في يوم تعمق الفوضى والبركة من كل مكان، وبنشوف مجموعة من المحاربين بيسعون للقضاء على شخص تنمر على الأسياد واسمه تيان لانج، وبنعرف إن هما ينتمون لعشيرة الدو السماوي، وبيقول له عجوز إن هو أكتر شخص شرير، والنهاردة هيكون اليوم اللي هيبيد فيه الشر للأبد وعندها هيحل السلام. وهنا تيان بيضحك قائل هيبيد الشر للأبد، أنت مثير للاهتمام حقا أيها العجوز النتن، وسهل عليك تحديد مين الشرير ومين البطل، ويبدو أنكم أصبحتم كلابا لعشية الدو السماوي. وهنا العجوز بيقول له أنت مش ندمان حتى وأنت على وشك تدميرك، وأنت عايز تعادي السماء بإهانتك للدو السماوي. بيقول له تيم بكل سخرية أنت هتعمل إيه يعني لو عملت كده. وهنا بيؤمر العجوز المحاربين بالهجوم عليه، وهنا الكل بيهجم عليه في آن واحد، بس بطلنا بيصد هجومهم بكل سهولة. وهنا بيتفاجئ المحاربين من صد هجماتهم المصنوعة من النظام الروحي العظيم، وبتظهر قوة هائلة من بطننا وبيقول لهم إن هما تجرؤوا على تدمير قصره، لا كمان وأبادوا عشيرته، وهي عشيرة شيشياو. ودايما بتقولوا إنكم بتعملوا كده بس من أجل العالم، بس الحقيقة عقلكم ببساطة مليء بالتفاهات السخيفة، وعشان كده تأهبوا جميعا لقدومي. وهنا العجوز مصر بشدة على التخلص منه مهما كلف الأمر، وبيهجم على وطننا بضربة النمر الروح الشيطاني، بس وطننا بيصدها بكل سهولة، لا وكمان بيخلص على العجوز في لمح البصر. وبيروح محارب على العجوز بيتساءل هل مات، وهنا بيقرر الجميع الاتحاد لقتل تيان. وهنا بطلنا بيضحك قائل تذوقوا قوة ملك العالم السفلي يا حمقى، وبتظهر قوة مرعبة وجميع المحاربين بيحاولوا الهرب، وفجأة بيشيع ضوء في السماء وبنعرف إن دي تسمى بالكارثة السماوية. وهنا بطلنا بيقول أخيرا تحركت أيها الدو السماوي، حسنا أيها الدو السماوي هات اللي عندك وخلينا نكتشف مين اللي هيموت. وبيظهر شعاع من البرق وبيهجم على بطلنا، وهنا بيحضر شخص وبنعرف ان هو صديق تيان واسمه هيود، وبيتفاجئ من رؤية الكنيسة السماوية. وهنا بيكلم بطلنا وبيقول له اسف يا صديقي العزيز، بس يبدو اني هغادر العالم الاول. وهنا بطلنا بيقول لنفسه اللعنة كما توقعت تماما، وقعت في يد السماء المدمرة، بس لا يمكنني الموت هنا، بس انتظرينا ايتها السلالة السماوية، واكيد هرجع تاني بعد سنة او 100 او حتى مليون سنة، بس اليوم اللي هترجع فيه هيحصل مجزرة الخالدين، ولن أبقي أحد على قيد الحياة. وبنلاحظ اختفاء الشعاع تدريجيا، وبنعرف إن العالم ده عالم يتكاثر فيه الشياطين والأسياد، ولكنهم جميعا تحت حكم الداوي السماوي. وهنا بنشوف بنت جميلة وبتقول إنها متأكدة إن بطلنا مش هيموت بسهولة، وهنتظرك حتى لو كان العالم على وشك الهلاك، بس أنا متأكدة إنك هترجع يوما ما، وحتما سأعثر عليك مجددا. وبعد 500 سنة وفي الجبل القرمزي بيظهر ضوء لامع، وهنا بنشوف تيان لانج وبيصحى بطلنا قائل لنفسه أنا لم أمت، وهل انتهت تلك الكارثة السماوية؟ وعلى الرغم إني قتلت كثير من الخالدين وحتى استوليت على العالم السفلي، ولكن في النهاية خسرت أمام الدو السماوي. وبيتساءل بطلنا إنه ليه لسه على قيد الحياة على الرغم إن هو تلقى الكارثة السماوية، وهل هو متراكوني؟ بس ده مستحيل، وعشية الدو السماوي لا تعرف معنى الرحمة. وبيكتشف بطلنا إنه لسه على قيد الحياة بسبب استعماله لقلادة اليشم العتيق، وده يا صديقي أثر مقدس، وإنه عثر عليه في معبد بوذا من فترة طويلة، ولما الكارثة حصلت دمرت جميع كنوزي إلا ده. وبنعرف إن تيان لانج تمت ولادته من جديد في جسد بشري، وهدفه القادم استعادة قوته والسعي للانتقام لما حدث له. وبينطلق بطلنا في حياته الجديدة، وبيستغرب بطلنا من تجمع الناس في المكان ده، وبيكتشف ان المكان ده هو ضريح الجبل القرمزي، والضريح ده يا صديقي هي مقبرة. وبيتفاجئ لما يعرف انها مقبرته، وبطلنا في حياته القديمة كان اسمه التاني غير تيان هو شيشياو. وهنا بيلاحظ بنت بتسأل نفسها هل الملك شيشياو هيرجع تاني؟ وبعد تلك المعركة الكارثية ظهر العديد من الأقوياء، ولكن لم يظهر شيء عن الملك حتى الآن. وهنا بيخش عليها وبيقول لها إن مفيش داعي تحسي بالأسى على تيان لانج، وبالنظر لمظهرك أكيد أنت أحد تلاميذ طائفة يونيشيا، ومش لازم تحزني على موت تيان وإن تم اعتباره مجرم. وهنا بتغضب البنت من كلام بطلنا فبتهجم عليه، بس بيصدها بطلنا بكل سهولة، وبتتفاجئ البنت من صد هجومها، وكمان بتستغرب إنها لا يمكنها الشعور بأي طاقة روحية تنبعث منه. طب إزاي قدر يوقف هجومي؟ وبنعرف ان مصدر قوة العالم ده هو الطاقة الروحية. وبيقول تيان البنت عندها بعض المواهب ولكنها حتى لا تقارن بسبع مني،
وربما ولدت بداخلي قوة مقدسة. وهنا البنت بتستغرب قائلة مولود بقوة مقدسة، وهنا بتفحص جسده بتلاقي ان هو لا يملك اي طاقة روحية، وعلى الرغم من ده فهو قوي جدا، وبتحس ان هو بيخفي حاجة وبتقول له انت اكيد تملك الجسد الاسطوري. وهنا بيستغرب بطلنا من هذا المصطلح، وبتقول له بما انك فشلت في بناء اساسياتك وده سبب في فقدان قدراتك الروحية، ده غير ان خطوط طولك في فوضى تامة، وده ادى لتشكيل جسد مشوه، وعشان كده عندك جسم قوي. وبيقول بطلنا نفسه ايه يا بنتي جسد مشوه؟ ده الجسد ده تدرب مرات عديدة في الجحيم، ومن الطبيعي انك غير قادرة على فحص جسدي بشكل صحيح. وبعد كده بتاخده معاها لمنزل عمتها لتغيير ملابسه وملء معدته، وفجأة بتعمل حركات غريبة وبتحاول تقرب منه، بس بنعرف انها بتعمل كده للتخلص من الشاب المزعج ده. ونسيت اقول لكم ان اسمها الانسة اويانج، واسم بطلنا الجديد هو شيان. وهنا وطنها بيعيش الدور وبيحضنها، لا وكمان بيناديها بحبيبتي. وهنا اويانج بيحمر وشها من الخجل، وبتقوله انت بتعمل ايه؟ بيقول لها عشان نتظاهر بالحب لازم نمثل صح، فبتقول له تفكير جيد. وبعد كده بينطلق على عشيرة يونيشيا، وبيلاحظ بطلنا انها مستمرة في النظر اليه، فبيقول لها من اول ما ناديتك حبيبتي وانت مستمرة في النظر الي، وشكلك كده وقعت في حبي. وهنا بتقول له انت مين يلا عشان احبك؟ بيقول لها وطننا هتصدقيني لو قلت لك ان الملك شيشياو. وهنا بتقول له ازاي تجرؤ يا كحيان بالادعاء انك السيد لانج، وبتطير وراه. وبعد فتره بيوصلوا المكان، وبتكون اويانج مشهوره في العشيره بالاخت الكبرى. وبيلاحظ بطلنا حاجه وبيتفاجئ من وجود الطائر النار الملتهبه في العشيره، وبنعرف ان ده طائر نادر جدا. وبيسالها ازاي قدروا يلاقوا الطائر ده، بتقول له ان الطائر ده هو اللي قتل العشيره من الاف السنين، وهو يعتبر كنز للعشيره. وفجاه بيلاحظوا قدوم الطائر ناحيتهم، وهنا بتهرب اويانج بسرعه لانها من الطيور اكله البشر، بس بتلاقي ان الطائر بيلعب مع بطلنا. وهنا بيندهش الجميع وحتى اويانج لدرجه السؤال انت مين بالظبط. وهنا بيقول بطلنا لنفسه ان اكيد الطائر الغبي ده لاحظ طاقه النار الجحيم الصادره من جسده. وهنا بيحضر الشخص وبنعرف ان هو واحد من اقوى 5 شيوخ في العشيره، وبيقول له ايها الشاب من تكون؟ بيقول له اسمي تشينج فينج ولقبي هو شيان. وبيستغرب من اقتراب الطائر الناري منه، وبنعرف ان عشان يجذب الطائر لازم يكون لديه اي كنوز لها طاقه روحيه ناريه. وبيسأله ان كان يملك تكوين جسم روحي ناري او حتى جوهر الروح الناري، بس بيقول ان هو لا يملك اي شيء. وهنا الشيخ بيزداد فضوله فبيقرر فحص جسده، بس بيلاقي ان هو مجرد شاب فاشل لا يملك اي طاقه روحيه. وهنا بيضحك شيان وبيسأله الشيخ عن ماذا يضحك. بيقول انا بضحك عليك وعلى بصيرتك المحدودة، وانت بتبالغ في تقدير مهارات الشخص وجوهر الروحي للغاية. وهنا بينزعج من كلامه وبتكلمه اويانج، وبتقول له انت ازاي تتجرأ تتكلم مع الشيخ بهذه الطريقة ايها الوغد المغرور، وانت شكلك كده مش عايز تعيش. وهنا بيظهر الشخص ايوه صديقي، هو اعز صديق لبطلنا وهو هيود. وفجأة بيمسك ايد بطلنا وبيقول له ايها الشاب ربما يكون اساسيات جسمك في فوضى، بس دي مش نهاية العالم يعني، وكمان عندي طريقة لحل مشكلتك. وهنا بطلنا بيسأله ازاي، بس بطلنا عارف ان هو شخص مخادع ومحتال. وبتقول له يانج ان هو موافقش، وان هذا العجوز الناتن قام بدراسة المصفوفات، وان هو عايز يستغل التلاميذ عشان يستخدموا كفئران تجارب. وبيقول تيل لنفسه على الرغم من مضي 500 سنة ولكن هذا العجوز الناتن لم يتغير أبدا، وإنه ربما عايز يحتال عليه عشان يدخل لأحد الكهوف الكنوز ويجعله هدفا لجميع الفخاخ الموجودة فيها، وعشان كده بيستغل الناس كفئران تجارب. وهنا بيسأله هيود عن رأيه وإنه عايز يساعده بس. وبيقول بطلنا لنفسه إنه لو كان شخص تاني لم يكن يهتم لده إطلاقا، بس بيقول إن هو موافق وإن ديت فرصة كويسة جدا، الغبي بس هو اللي يرفضها. وبيقول تيان لنفسه انت يا عم مش عايز تنضف بقى، وحتى بعد 500 سنة لسه تستخدم نفس طرق الاحتيال، ويا عم على الأقل غير نوع المشروب اللي بتحببه ده. وبيكلم العجوز يانج وبيقول لها اطمني وهرجعهولك بعد 3 ايام، وكمان هرجعهولك قطعة واحدة على اساس علبة جبنة يا ابني عجوز خنزير. وبعد كده بياخد تيان على منزله وبيفحصه تاني وبيقول له يا ابني حالتك صعبة جدا. وبيسأله بطلنا عن المصفوفة اللي هيستعملها عليه، بيقول له مصفوفة السحاب التاسع، انت مش مصدقني يا ابني. وهنا بيضحك بطلنا وبيقول له انا ما شفتكش من زمان يا هيود، وانك اتحسنت في الاحتيال ايها العجوز النتن لدرجة انك يمكنك الكذب على الناس وعينك مفتوحة الان، ومن الواضح يعني انها مصفوفة الاتصال التاسع، بس انت مصر انها مصفوفة السحاب التاسع. وبيقول له هيود باستغراب ما شفتنيش من زمان، انت تعرفني ايها الفتى. وهنا بيراجع دماغه من تاني وبيقول له في صدمة هو انت تيان لانج؟ وبيقول له تيان انت مش مصدقني؟ فبيقول له تيان جملة أنا آسف يا صديقي القديم لكني هغادر العالم أولا ولازم تدفع ديونك يا خنزير في حياتنا القادمة. وهنا هيود بيراجع نفسه مادام فيها ديون يبقى أكيد هو تيان لانج.
وإنها نفس الكلمات اللي قالها تيان أثناء تلقيه ضربة الكارثة السماوية. وهنا العجوز بيعيط من الفرحة، وهنا بيحتفلوا بشو النبيذ وعياذ بالله. وبعد كده بيسألوا عن هدفه القادم، بيقولوا إن هو لا يعرف بس حاليا عليه الاهتمام بجسده أولا. وبعد كده انتشرت إشاعات في العشيرة عن قصة الحب اللي بين أويانج وشيان، وإزاي تحب شخص فاشل وضعيف جسديا، وطبعا ده اللي هم مفكرينه. وبنشوف أويانج مع الشيء الجميل وتفكر في تيان، وإنها منزعجة من انتشار الشائعات حول علاقتها به. وهنا بتحضر معلمتها واسمها في شوي، وبنعرف إنها سمعت الشائعات، وبتكون معلمتها غاضبة جدا، فبتأمرها بالذهاب لغرفة العزل كعقاب. وهنا بتحاول أويانج إقناعها إنها علاقة مزيفة وإنه مش شيان الحقيقي، لكنها لا متصدقة وبتغادر. وبنشوف بطلنا في المزرعة الروحية وبالفاس وعلى الزراعة يا معلم. وهنا بيظهر شاب واسمه داشان وبيساعد بطلنا وبيحضر بذور عشبة اللؤلؤ الناري. وهنا بتحضر أويانج وبتسأله عما يفعله، بيقول لها إن هو كان فاضي ففكر يزرع شوية. بتقول أنت ما سمعتش عن الشائعات المزعجة المنتشرة في العشيرة وإنك فاشل في الأساسيات، بس بيقول لها إن دي مجرد أشياء تافهة وخلوهم يتكلموا زي ما هم عايزين، وده لا يشكل أي إزعاج ليه. بتقول له عندك حق يا ابني، صحيح أنت عملت إيه مع العجوز هيود؟ بيقول لها انه ما عملش اي حاجه خطيره او صعبه عليه. وهنا بتحاول اقناعه بترك العشيره، بيقول لها انا عارف ان انت بتعملي كده عشان مصلحتي، بس انا حاليا في حاجه في دماغي عايز اعملها في العشيره وبعد كده هغادر. وبيقول لنفسه ان هو لاحظ على هيود مشكله في زراعته واللي منعته من التطور، وانه هيغادر بمجرد اكتشاف الحل. وهنا بتظهر بنت وبتنادي أويانج بالأخت الصغرى، وبنعرف إن اسمها تان سيرو، ودي التلميذة الداخلية للعشيرة وكمان الزميلة الكبرى لأويانج. وبتسأل بطلنا إن كان هو الشاب المدعو بشيان، بيقول لها أيوة أنا. بتقول له انا لا اعلم عن ماذا تخطط، ولكن انصحك بالابتعاد على الاويانج، والا بيقول لها والا ماذا؟ بتقول له والا ركلت مؤخرتك القذرة قبل ما تلمس الوشاح. والوشاح ده يا صديقي عند السنين القدامى، وانه عباره عن لباس يلف حول الصدر والمعده. وهنا بطلنا بيبتسم وبيقول لها خلينا نعطي الامر فرصه. وهنا بيخلع الوشاح وبيقول لها ورينا هتعملي ايه. وهنا بتغضب بشده قائله اتريد الموت، وبتهجم عليه بس اويانج بتمنعها وبتقول لها انها توقف عن التدخل في شؤونها. بتقول لها تنسير وخليكي بتدافع عنه، بس لما ترجع المعلمه هتسعى خلفه. وبعد كده يا صديقي بتغادر وبتقول لبطلنا انا حذرتك قبل كده ان هيكون في اشخاص مزعجين وان ده كله خطئي، وخليك بعيد عن العشيره وانا هعوضك واعمل لك اللي انت عايزه. فبيقول لها خلاص خلاص لما ارجع هتكلم مع هيود. وفي اليوم التاني بيكون بطلنا قاعد مسترخي بفناء المنزل، وهنا بيخش عليه داشان وبيكون متشلفط، وحرفيا يا صديقي بيكون متروق عليه اخر روقان. وبيقول له تيان ايه اللي عمل فيك كده يا ابني؟ بس بيقول له ان مفيش حاجه وانه كويس ولا تسالني اكتر. وبيقول له بطلنا ايه اللي حصل بالظبط وهل ده بسببي؟ بس بيكون داشان ساكت وبيحرك وشه. فبيقول له بطلنا انت لو ما اتكلمتش انا كده هعرف كل حاجه لما اروح المزرعه. وهنا داشان بيحاول منعه من الذهاب، وانه ينج اخبرته بعدم السماح لك بالذهاب. بيسأله المرة التانية ايه اللي حصل، وهنا داشان بيحكي له وانه لما راح المزرعة كان في مجموعة من الاخوة الكبار واللي بدأوا في تدمير مزرعتك، ولما اكتشفت اويانج ده طلبت منه العودة واخفاء الامر على بطلنا، وقالت انها تعتني بالامر. وهنا بطلنا بيغضب ليس لتدمير المزرعة بل لتعرض داشان للضرب، وبيروح على المزرعة وبيشوف الأرض مدمرة تماما، وبنشوف الأشخاص اللي دمروا المزرعة وبيسألهم إن كانوا هم اللي عملوا كده. بيقولوا له هتعمل إيه يعني لو إحنا اللي عملنا، وإنك سرقت البنت اللي بيحبها سيد الشاب ليه. وبنعرف إن هم أتباع الشخص المزعج واسمه ليسن، وإنه الشاب السابق لعائلة ليه الحاكمة. وهنا بطلنا بيتوصى بيهم قوي، لا وكان بيجبرهم على إصلاح مزرعته. وهنا بتروح يانج لعند ليسن وبتقول له بكل غضب انت اللي بعت رجالك عشان يدمروا مزرعه تيان. بيقول لها ايوه انا اللي عملت كده. بتقول له عرفت ان هو انت وان مشكلتك معايا انا بس. بيقول لها كل ده بسببك لانك حبيت شخص تاني غيري، وقلت لك قبل كده اي شخص هيكون حبيبك عندها هيكون عدوي، وانا سمعت ان هو مجرد فاشل وحتى لو كان عبقري او موهوب فانا هدمره زي الحشره. وبتقول له ازاي تجرؤ وانا بحذرك لو تجرأت حتى علمت شعره منه عندها لن ارحمك. بيقول لها بكل غضب انا مش فاهم ازاي بتحب شخص فاشل زيه، شخص انطرد من عيلته وربما كمان بيخدعك، وايه المميز في الشخص الفاشل ده؟ بتقول انت مش هتفهم بس خليني افهمك اليوم، وده لاني اجدك قبيح وفاشل. وهنا بيغضب وعلى وشك ضربها ولكنه لم يستطع وبتسيبه وبتغادر. وهنا بيقول لنفسه كويس يا اويانج، ولو انت بتحب الشخص الفاشل ده فانا هتاكد من تدميره وطرده من العشيره. وبنشوف اويانج نادمة على اللي عملته وانها كده وضعت شيان في خطر، ده غير ان لسه من عيلة كبيرة واكيد هيعمل اي حاجة لاخراج شيان من هنا. وهنا بتظهر تنسيرو وبتقول لها انت خيبت ظني فيكي،
وانا سمحت لك امبارح انك تخرجي من غرفة العزل، بس تخرجي كمان النهاردة، وان ده شيء زاد عن حده، وانت لسه عامله لي قيمة عندك او حتى عاملة قيمة لمعلمتك. وهنا بتحاول تشرح لها الموقف ولكنها لم تسمعها، وبتقول لها لازم ترجعي معايا دلوقتي، بس بتحاول تقنعها بالامر وانها مسألة حياة او موت. وبعد سماع كلامها والضغط المستمر عليها بتقرر تنسيرو انها تساعدها على ارسال شيان بعيد عن هنا. وهنا بتظهر بنتين قادمين بسرعة وبتخبرهم إن شيان هزم تلاميذ العشيرة، والأسوأ كمان إن هو ضربهم بشدة. وهنا بيتصدموا إزاي شخص فاشل يقدر يعمل كده. وهنا بتروح أويانج بسرعة لعنده وبتلاقي الناس متجمعة وبيتكلموا في اللي حصل، وبتسأل أويانج واحد عن مكان شيان، بيقولها إن هو سمع إن هو ذهب لجبل الورقة الحمراء، وبتقول لنفسها إن هو بيعمل إيه هناك ولازم ألاقيه بسرعة. وبنشوف تيان بيجمع الفواكه وبياكل ومزاجه عنب. وهنا بتظهر اويانج وبيستغرب تيان من تواجدها هنا وانها المفروض تكون في غرفة العزل. بتقول له يا عم انت لسه عندك مزاج انك تاكل فواكه بعد اللي عملته ده؟ بيقول لها ان هو في مزاج جيد الان وكمان فاكهة طعمها جميل. وهنا بيعزمها على واحدة، بس بتقول له انت مش عارف انك في مشكلة كبيرة. وهنا بتمسك ايديه وبتقول ان هو لازم يغادر المكان بسرعة، بس بيرفض المغادرة وبيقول لها مش قلتلك ان عندي امر لازم اعمله مع العجوز هيود، وانا حاليا بدور عليه وانه اختفى من يومين ومش هغادر الا لما يرجع. بتقوله ان فات الاوان على ده، ولو عرف ليسون باللي حصل اكيد هيسعى وراك، بس بيقول لها خليه يجي وانا هعلمه الادب، ولا انت خايفه اني ما اقدرش اهزمه؟ بتقوله انا عارفه انك قوي جدا واعترف اني لا املك اي فرصه لهزيمتك، بس يوسف المستوى التاسع من المرحلة الأساسية وكمان مهاراته في القتال عالية جدا ولن تقدر على هزيمته إطلاقا. بس بيقول لها بكل سخرية هو لسه في المستوى التاسع وده غير مهم أبدا. وهنا بتظهر تنسيرو وبتقول له إن من السخرية رؤية شخص فاشل في الأساسيات يقول الكلام ده، بس بيقول لها إن هو قال الحقيقة بس. وهنا بتغضب من كلامه وبتقول له إزاي تجرؤ على عدم إظهار الاحترام أمامي؟ بس بيقول لها أنا عارف إنك عشت مدة من الزمن، بس أنا عشت فترة أطول منك وأنت من يجب هو إظهار الاحترام. وهنا بتغضب تنسيرو وبتقول له شكلك كده عايز تموت وعلى وشك الهجوم عليه، بس اويانج بتمنعها وبتقول تام بكل غضب إن هو شخص فاشل ولازم يتعلم الأدب وإلا هيتمدى عن كده. بس بيقول لها ان هو مش فاشل ولا تعرف حتى عنه حاجة ومش محتاج مساعدتك. وهنا بتقول له بكل سخرية انت اكيد شخص مجنون وهنشوف مين اللي هيضحك بعد ما تقابل ليسون. وهنا بتاخد اويانج وبتوريها ان ليسون وجماعته هنا. وهنا بتجري بسرعة على شيان بس بتغضب لما بتلاقيه غير مهتم ومزاجه عنب، وبتروح لعنده وتخبره ان ليسون وجماعته هنا ويلا بسرعة غادر المكان وانا هساعدك تغادر من هنا. بس بتقول لها تنفت الاوان على ده وحتى لو ساعدتيه فاين سيذهب، والمنطقة بأكملها محاصرة من أتباع عائلة لي. وهنا بتصدم من الكلام ده ومش عارفة تعمل ايه، فبتترجى تاني عشان تساعدها وانها تعمل اي حاجة تقولها. بتقول لها انا هساعدك بس بشرط لما كل ده يخلص ترجعي لغرفة العزل وانا هتأكد شخصيا من ارساله بعيد عن هنا. بتقول لها تمام وانا موافقة. وهنا بتروح وبتحاول اقناع ليسون وانها بتعمل كده لمصلحته وساعتها هتتغير نظرة اويانج اتجاهه، وبالفعل بيقتنع ليسون بكلامها. وبترجع تنسيرو وبتقول له اويانج ان هو وافق على التراجع بس بشرط ان شيان يعتذر منه. وهنا بتغضب اويانج من الكلام دوت وان ليسون شخص مغرور جدا وبتقرر انها تروح له، بس فجأة تام بتهجم عليها وبتشل حركتها وبتقول لها انها بتعمل كده لمصلحتها، وان تشيان قام باهانته ولازم هو يدفع الثمن ولازم يتعلم الدرس اما يعتذر او يتم تحطيمه. وهنا بتروح لبطلنا وبتقول ان ليسون هيتراجع بس لازم ترجع وتعتذر منه الاول، بس بيرفض شيان ان هو يعمل كده وان هما مجرد اطفال مغرورين، بس بتقول ان هو يتخلى عن كرامته وكرامته لا تعني لها اي شيء. بيقول لها الراجل ممكن يتخلى عن اي حاجه ما عدا شيء واحد وهي الكرامه. وهنا بتغضب من كلامه وبتقول له اما تركع او يتم تحطيمك، بس بيقول لها كفايه كلام سخيف واذهبي واخبريهم بالقدوم. وهنا بتنده عليهم وبتخبرهم ان هو رفض يعتذر. وهنا بيلتف أتباع ليسون حوالين بطلنا وبيحاصروه وبيأمرهم قائدهم بجعله يركع. وهنا بيحاولوا إجباره على الركوع بس فجأة بيتعرض الجميع للضرب فبيبتعدوا عنه. وهنا بيغضب ليسون وبيهجم على تيان بالقبضة الدوامة وهنا بيمسك دراعه وبيكسرها. وهنا بيتفاجئ الجميع من اللي حصل وبيترعب الجميع حتى من الاقتراب منه. وهنا بيظهر شاب واسمه يونو وبيقول لبطلنا ان هو مجرد فاشل بجسد قوي. وهنا بيخرج سيفه وبيهجم على بطلنا بس بيصدها بطلنا بكل سهولة. وهنا بيترعب يونو وبيتراجع بسرعة وفجأة بيظهر بطلنا قدامه وبيهجم عليه بضربة مدمرة وبيحدفه بعيد. وهنا بتتفاجئ المحاربة من اللي حصل وبتهجم عليه بسرعة كبيرة بس بيصدها بطلنا لا وكمان بيضربها وبيحدفها بعيد. وفجأة بيظهر الضوء في السماء وبيسقط شيء من السماء وبنعرف ان ده هو البرج الذهبي السابع، وده كنز سحري من الدرجة الأولى الخاص بليسون. وبيقول له ليسون أيها الفاشل فلتذهب للجحيم.
وبيسكت البرج على تيان وبيتفاجئ الجميع من مقدرته على حمل البرج. وهنا بيطلب ليسون المساعدة من تانسيرو وعندها يعطيها كنز سحري. وبالفعل تانسيرو بتوافق وبتخرج سلاحها وبتهجم على تيان، بس وطنها بيصد هجومها بيد واحدة بس. لا وكان بيكسر سلاحها وبيهجم عليها وبيحدفها بعيد. وهي مصدومة ومش مصدقة اللي حصل، وازاي الشخص ده يكون عنده هذه القوة. وبالفعل بطلنا بيقدر يسيطر على الكنز السحري، وليسون مصدوم من ده. وبيكون بطلنا مستغرب من هذا الكنز السحري، وده لان قبل 500 سنة لما كان بطلنا شخص عادي في العشيرة عندها قتل شخص كان معاه نفس الكنز السحري وكان اسمه يوان، وعندها كان على وشك الموت. وهنا بيسأل ليسن ان كان عنده علاقة مع يوان، بيقول له بكل فخر ان هو بيكون معلمه. وهنا بيقول لنفسه ان قبل 500 سنة تعرض لهزيمة من يوان ودلوقتي هيقدر يهزم تلميذه. وهنا ليسون بيقول لبطلنا اركع الان ايها الفاشل، فبيروح بطلنا وبيكمل عليه وبيأكد عليه ان هو يخبر معلمه باللي حصل وحاليا هيحتفظ بالكنز ده. وبعد كده بيغادر ويانج مش مصدق اللي حصل وان ده فعلا جسد شخص فاشل وازاي عنده القوة دي. وبعد كده بيرجع للمنزل وهنا بيشوف هيود وبيقول لبطلنا ان هو كان بيدور عليه، وبيستغرب بطلنا واكيد وراه حاجة او عايز حاجة. وبيجلس بطلنا وبيسأله عن سبب اختفائه، بيقول له هيود ان هو راح خصيصا للبحث عن افضل نوع نبيذ من اجله. وهنا بتلمع عين بطلنا وبيمسك الابريق وعلى البلاعة يا معلم، وبيشرب بطلنا من هنا وبيغرق بعدها في النوم. وبعد فترة بيصحى وبيصحى هيود وبيقول ان هو اعطاه الكثير من الشراب وكمان افضل نوع، فاكيد عايز خدمة مني. بيقول له هيود ان هو عايز خدمة صغيرة، بيقول له بطلنا لا يهمني نوع الخدمة اللي انت عايزها مادام استطيع المساعدة. وبطلنا لا يستطيع رفض مساعدته، وده لانه انقذ حياته مرة خلال ايام شبابه. وبيقول له ان العشيرة بيتم الاستيلاء عليها من عشيرة اخرى، وبعد الكارثة السماوية بدأ اليو والشياطين بالتعاون معا، والعشائر الكبرى بدأت في قتال بعضها البعض من اجل المصادر المحدودة. بس في الحرب أصيب جميع إخواتي بجروح خطيرة ومنهم زعيم العشيرة، لدرجة إن هو كان على وشك الموت ولكنه الآن لا حول له ولا قوة، وإنه عمل بجد طوال حياته لحماية العشيرة ولكنه الآن فقد قوته وحاليا لا يمكنهم حماية العشيرة، وده لأن فيها صراع داخلي وخارجي، والشخص المتسبب في الصراع الداخلي هو شخص يدعى جنيد. وعشيرتنا عندها قاعدة صارمة وهي فقط التلميذ الخليفة هو اللي هيتولى زعامة العشيرة. بس المشكلة إن تلميذ الخليفة مات أثناء الكارثة، وعشان كده جنيد يريد من تلميذه استلام زعامة العشيرة، زائد ان هيود ما يقدرش على تعليم تلميذ بطريقة الصحيحة ليكون خليفة له. وبيقول له تيام ماذا عن شويد، وافتكر ان هو شخص معتدل بينكم. وهنا بيغضب هيود بشدة من ذكر اسم الشخص ده، وده لانه خايل العشيرة، ولو اصبح الزعيم ساعتها تعم الفوضى في العشيرة. وهنا بيحتار بطلنا في الخدمة اللي عايزها منه، وهنا بيقول ان هو محتاج مساعدته في انتزاع منصب الزعيم، وبعبارة تانية عايزه يكون هو التلميذ الخليفة، بس بطلنا بيرفض مساعدته في الحوار ده، وده لانه تعرض للظلم من هذه العشيرة. وهنا بيحاول هيود اقناعه وبيقول ان ده كان من الماضي، وبعد الضغط المستمر من العجوز بيوافق بطلنا، وبنشوف اويانجي وتفكر في بطلنا والعجوز بيعمل معاه ايه. وهنا بتعدي عليها تنسيرو وبتناديها اويانجي بالاخت الكبرى، ولكن لم تجرؤ تنسيرو على منادتها بالاخت الصغرى، وبتقول لها انها اكيد فخورة بامتلاكها حبيب قوي، ولماذا اجرؤ حتى على منادتك بالاخت الصغرى، والمرة دي كنت محظوظة ونجوت، بس المرة القادمة ربما يتم ضربي حتى الموت. بس بتقول لها يونج انها هي اللي عملت في نفسها كده، بس بتقول لها لا تفخري بنفسك كثيرا وانتظر اللي هيحصل لما يشوفوا العجوز هيود ويوان وعائلة لي، وانا متأكدة ان هو هيموت موتة شنيعة. وهنا بتحضر بنت بتقول لهم ان العجوز هيود احضر شيام معاه، وكمان يوان وافراد عائلة لي وبعض المسؤولين متجهين على ساحة ليجن. وهنا بتروح يانج بسرعة على منزل هيوت وبتشعر بالراحة لأنهم لم يصلوا بعد، وبكده عندها فرصة إنها تساعد شيان على مغادرة المكان. وبتخش أويانج على المنزل، وهنا أويانج في صدمة من اللي هي شايفاه، وإزاي الهيود يتصرف مثل خادم ويكون من خدمة شيان. وهنا أويانج عاجزة عن الكلام، وزي ما احنا عارفين إن هو بيعمل كده عشان تيان يساعده. وهنا بيسألها شيان عن سبب بحثها عنه، ولكنها ما زالت لا تدرك الوضع ومتحجرة مكانها. وهنا بيقول هيود لنفسه أيها الوغد الكريه، وأنا أعلم إنك بتحب الأساليب الناعمة، طالما هو مستمر في التوسل لتيان فعندها هيوافق بلا شك. وأخيرا أوينج تخرج عن صمتها وبتقوله في ذهول تام هو ايه اللي بيحصل. وهنا بتوصل عائلة لي سعيا للانتقام، وتعالوا أعرفكم على أفراد العيلة، ومعانا جد العيلة وهو زي هانج، ومعلم ليسن واسمه كوانجوان، واللي هنسميه يوان، وأخيرا وليس أخيرا مزعج العيلة وهو ليسن. وهنا بيخبر عائلته ان شيان هو اللي قام بضربه، وبيسألهم هيودا عن سبب قدومه لمنطقته. بيخبروا زيهانج ان شيان قام بضرب حفيدهم بشدة في جبل الورقة الحمراء، كما انه كسر ذراعه.
وهنا بتخش اويانج وبتدافع عن بطلنا وهم من بدأوا القتال، ولكن بيخش يوان وبيهدد اويانج انها تبقى بعيد والا هيتم تحميلها المسؤولية الكاملة على ده. وهنا بيقول لهيوت بتسليم شيان وهم هيتعاملوا معاه. وهنا بيسأل هيوت شيان وهل ده فعلا اللي حصل؟ بيقول له شيان ايوه ده اللي حصل. بيقول له هيوت ايه اللي عملته ده وان ده مش شيمك ومن امتى وانت بتعاقب الناس بهذه الرقة؟ بيقول له شيان قصدك ايه بامتى؟ وانا دائما هعامل الناس برفق. وهنا هيوت بيموت على نفسه من الضحك وبيقول له ان ده مثير للاعجاب ولما اسمع زي هذه النكتة من زمان. وانا اتذكر جيدا مهما كان من يحاول قتلك رجل او بنت لكنك لم تتركهم على قيد الحياة، ولكن هذه المرة انت فاجأتني. وبيكمل ضحك. وهنا شيان بيغضب وبيقول له اخرس بقى الم تنتهي بعد. والجميع مستغرب من اللي بيحصل وهل هيوت مجنون عشان يقوم بخدمته؟ وكمان هذا الفاشل قام بتوبيخه ولكنه لم يغضب. وبيقول لهم هيوت انه دلوقتي عرف ما حدث والكل يرجع لمنزله، بس بيقول له ليسون انه تم ضربه وانت لم تفعل شيء ولكن اليوم سيجعل هذا الفاشل موت موتة شنيعة. وهنا هيوت بيكمل عليه وبيضربه وبيقول له انت بتحاول تعصي اوامري وانت حتى لا تعرف ماهيته وانت شكلك كده تسعى للموت. وبيقول له زي هانج انت ازاي تجرأت انك تعمل كده؟ بيقول له هيوت بكل غضب انا هكون لطيف وهنصحك بشيء واحد ولازم تخبر حفيدك ان هو يقلل من غروره والا هيكون مصيره الموت. ولو ده حصل ليس حفيدك بس بل العائلة بأكملها هتقابل نفس المصير. وبيقول له يوان ان ليسون هو التلميذ الداخلي لعشيرتنا وهو الان تعرض للضرب ولازم يعملوا حاجة والا ده هيشوه سمعة العشيرة. بيقول له هيوت بكل غضب انت دلوقتي كبرت واصبحت تنتقد سلوكي كما هو متوقع من تلميذ جنيد. بيقول له يوان لقد اسأت فهمي واعلم ان هذا الشخص مهم لك ولكنه ضرب شخصا ما ولازم يتم معاقبته. وهنا هيوت بينفجر من الغضب من كلامه وبيمسكه وبيقول له انا اعطيتك فرصة ولكنك لم تستغلها وتريد معاقبته صحيح؟ طب انا هعطيك فرصة واذهب وعاقبه. وهنا بيحدف يوان لعند شيان وهنا يوان بيترعب منه وبيقول له شيان انت هو يوان؟ بيكون يوان مرعوب من بطلنا وبيقول له ماذا تريد؟ وهنا بيخرج له الكنز السحري الخاص به وبيقول له ياخذه ويغادر هو والجميع حالا. وهنا هيوت بياخد يوان من قفاه وبيخرج الجميع اللي بره وبيقول هيوت لبطلنا انه اصبح مسالم وان هو اعتقد ان هو هيلقن يوان درس، بس بيقول له شيان ان هو لو كان عمل كده كان هيتورط في مشاكل واعمال عشيرته. بيقول له هيوت انت بتبالغ في التخطيط في الامر. وهنا بيغضب شيان وبيشد هيوت من دقنه وبيقول له بكل غضب مين فينا اللي بيخطط وانت مفكر اني لا اعلم ما تخطط له وانك كنت قاصد رمي يوان امامي عشان اضربه ولكن تمثيلك لم يكن كافي لخداعي. واويانج مصدومه من اللي بيحصل وبيسالها هيوت عن سبب انتظارها هنا. بتقول له بكل ذل من هو شيان. وهنا بيفكر هيوت شويه وان الجميع لو عرف هويته عندها يدخل العالم في فوضى مجددا. بيقول لها هيوت ان هو سؤال صعب والاحسن انك تساليه بنفسك. بيقول لها شيان تريدها معرفه الحقيقه والحقيقه ان انا سيد مقدس. وبعد كده بيروح بسرعه عشان يرتاح شويه وبيسيب اويانج في حيره من امرها. وهنا بتحاول توقفه عشان تفهم منه بس بيقول لها هيوت بعدم ازعاجه. وبتكون اويانج غاضبة جدا وبتغادر المكان وبتقول لنفسها ان في شيء غامض وراء شيان وانها لازم تكتشفه. وهنا بتظهر بنت جميلة واللي بنعرف ان هي عمتها واسمها اويانج فيو وبتسألها اويانج عن سبب قدومها. بتقول لها انها جت بسرعة بعد ما سمعت بأمر حبيبها وانها كانت مفكرة انها اخترعت قصة شيان بالكامل ولم تتوقع ان هو يطلع حقيقة. ولكن بتخبرها اويانج ان الامر مختلف وبتقول لها على القصة بالكامل وبتقول اويانج انها نادمة على ده ولا تعرف ماذا تفعل ولا احد سيصدقها. وكمان شيان قام باهانة عائلة لي. ونروح بقى على العائلة وبنشوف يوان غاضب بشدة لاهانته وتشويه سمعته. وهنا بيظهر شخص وبنعرف ان هو جنيد وبيقول لهم ان هو عارف كل حاجة وهل تعلمان نحن في اي وقت هذا وانتم ما زلتم تتشاجرون على اصغر الامور. وهنا يوان وزي هانج خافضين رأسهم عاجزين عن الكلام. وهنا بيسألهم عن حال يوز وبقية المزارعين والمقصود بالزراعة يا صديقي هو تدريب على صقل مهاراتهم يعني المزارعين هم المحاربين. وبيقولوا ان يوز في المستوى التاسع في المرحلة الأساسية وهو سيكون قادر على الحصول على شكله الحقيقي قريبا ويوصل للمستوى السادس من المرحلة الأساسية. وهنا بيأمر جنيد بإحضار جميع التلاميذ العشيرة وهو لديه مهمة عاجلة ومهمة من أجلهم. بس بيقولوا يوان لسه أمامنا سنتين بعد. بيقولوا سيد عشيرتنا قد وعدني إن هو يعين تلميذ الخليفة بعد سنتين ومع ذلك لا يمكننا فقط الجلوس وعدم فعل أي شيء وكمان تحالف الجيو يصبح أقوى يوما بعد يوم وإذا لم نفعل أي شيء خلال السنتين ربما تلميذ الخليفة سيقع بين يدي شويد وليس لدينا وقت للانتظار ويجب علينا فعل شيء في الحال. بيقول له يوان ان هو هيعمل كده في اسرع وقت وبيقول لزي هانج ان هو يريد مقابلة سيده من اجل المناقشة معاه في بعض الامور.
بيقول له زيانج ان عائلة لي هتسانده حتى النهاية. وبعد كده بنشوف يانج راجع على غرفة العزل، وهنا بتقابل تنسيرو وبتقول لها انا سمعت انك اسرعت العند شيان، وهل تودينا رؤية حبيبك مجددا؟ بتقول لها ايوه، وهتعملي ايه يعني؟ وهنا بتمسكها وبتاخدها لعند معلمتها، وبتكون معلمتها غاضبة جدا وبتقول لها كيف تجرؤين؟ وفي البداية انت احضرت ذلك الفتى لعشيرتنا، وقبل رحيلي اخبرتك بالذهاب لمنزل العزلة، ولكن لماذا لم تستمعي لي؟ واخبرتك ان تقطعي جميع روابطك مع شيان، ولكنك لم تستمعي لي ايضا. وكمان هو قام بأذية اشخاص اخرين، وكمان انت طلبت من هيود حمايته. وهل ما زال عندك احترام لمعلمتك؟ بس بتقول لها يونج الامر ليس هكذا، وهو حقا ليس شيان، وايضا لم اطلب من هيود حمايته، وهو كان عارف هيود من فترة طويلة. بس بتقول لها يكفي، وكيف تجرؤين على اختلاق الاعذار من اجله؟ وانت بقيت بتصرف بوقاحة اكثر فاكثر، ولازم ترجعي المنزل العزلة، وغير مسموح لك بالمغادرة بدون اذني. وهنا بتحاول يونج انها تقنعها، بس بتقول لها اذهبي الان، اما بالنسبة لشيان فانا هتعامل معه. وبنشوف بطلنا بيتدرب على صقل مهاراته واستعادة قوته، وبعد ما خلص بيقول لنفسه ان هو كان يريد مغادرة العشيرة، ولكنه وعد هيود بمساعدته، ويجب عليه اعادة تنظيم زراعته، على الرغم اني لست بحاجة للخوف من اي شخص بقوتي الجسدية الحالية، ولكن سيكون الافضل ان اكون حذرا. وهنا بيبدأ في تناول الادوية، وبنشوف تنسيرو مع معلمتها وبتقول لها انها تبقى بعيدة عن حياة اويانج الشخصية. وهنا بتستغرب تنسيرو من كلامها وبتقول لها انها لم تدخل من قبل في شؤونها الشخصية، بس بتقول لها المعلمة لا تظنيني اني لا اعلم عدد المنافع اللي بتحصل عليها من عائلة لي سرا. بس بتقول لها تنسيرو انها عملت كده من اجل مصلحة الاخت الصغرى. بتقول لها المعلمة اخرسي، وماذا لو كانوا من عائلة لي، وحتى اخواتهم الاكبر غير جديرين باويانج، وعلى العموم انا وجدت زوج مناسب لاويانج بالفعل. وهنا بتسألها تنسيرو عن ماهيته. بتقول لها المعلمة هو قائد الجناح التاسع، وهو تشونج تيان يينج، وهو شخص موهوب وغني، وكمان هو المرشح الافضل ليصبح تلميذ الخليفة. ونرجع بقى على شيان، وبيرجع شيان على المنزل وبيخبر داشان المستشار بانتظاره. وهنا بيدخل شيان وبيعرف المستشار على نفسه واسمه في قوي، وبيقول له اكيد هيود حكى لك عني. وبيقول شيان لنفسه ان هيود ذكره، وهو احد الاشخاص التابعين لنا، وهو هيكون بتنظيم الاختبار وجميع الاشياء من اجلي. وبيقول للمستشار بالفعل هو ذكرك. بيقول له المستشار خلينا نخش في الموضوع. حاليا هويتك هو التلميذ الخارجي لعشيرة يونيشيا، وعليك فقط ان تقوم بتحضير الاختبار العشيرة الداخلي. بيستغرب بطلنا وانه ازاي اصبح تلميذ العشيرة الخارجي من غير حتى ما يعمل اي اختبارات. بيقوله المستشار ان هيود قام بتسوية الامور بالفعل من اجله. وهنا بيخرج المستشار مجموعة من الكتب الخاصة بالفنون القتالية والتعويذات والمخطوطات الخاصة بالعشيرة، وبيسأله تيان عن موعد الاختبار. بيقوله بعد 5 ايام. بيقوله تيان تمام. وهنا بطلنا بيقول لنفسه بما انه تحضر نفسيا لقبول مساعدة هيود، ويجب عليه تقديم افضل ما لديه، وانه حاليا عليه الزراعة لوقت الاختبار. وفي اليوم الخامس بينطلق الجميع على الاختبار، والمشرفين على الاختبار هم العجوز ريندي وقائد الطائفة الخارجية وهو زي هانج، ويوان وقائد الطائفة الداخلية وهي في شوي. وبيبدأ الاختبار والامتحان الأول هو إظهار القوة الروحية. وهنا بيخش بطلنا وبتتصدم عائلة لي من وجوده في الاختبار، وبيسألوا ليه هو هنا. وهنا بيرد المستشار وإن شيان قد أصبح أحد أعضاء العشيرة الخارجية، وبيقدم لهم الوثائق التسجيل، بس بيخبروا ان هو مجرد فاشل في الاساسيات. بس بيقول لهم ان هو عارف ان شروط الاختبار العشيرة الداخلية هو الوصول للطبقات ال5 الاولى، والنجاح على الاقل في واحدة من الفنون القتالية، وليس هناك اي قوانين تمنع الفاشلين في الاساسيات من الدخول الاختبار. ولا ايه رايك يا ريندي؟ بيقول له العجوز ريندي كونه فاشل في الاساسيات لا يعني نهاية طريق زراعته، واليوم سوف اعطيه فرصة. وبيبدأ الاختبار والامتحان الأول هو إظهار القوة الروحية، وبالفعل بطلنا بيعمل كده بكل سهولة، وبيظهر طاقة روحية نقية جدا لدرجة اندهاش المشرفين، والجميع في صدمة من مقدرته على إظهار طاقة روحية بهذا النقاء. وبيسأله العجوز ريندي إزاي عمل كده. بيقول له إن هو قام بصقلها، وبيسأله ريندي عن فنونه القتالية، بيقولوا إنها جيدة. وبيقول لهم المستشار إن هو كمان قدر يعزف مقطوعة بينما أنا سامل في البحار في جبل الدرجة الأولى، وقد عزفها بإتقان، واللي تعتبر من أصعب المقطوعات الخاصة بملك شيشياو. بس بيقول له زي هانج ليه بيستمر في مدحه.
بس بيقول ان هو فقط بيروي الحقائق، ولا يمكن مشاهدة عبقري مثله يتم تجاهله فقط لانه فاشل في الاساسيات. بس بيقول له العجوز زي هانج ان لا يهمني موهبته في العزف، واللي يهمني هو الفن السماوي للعشيرة وهو القبضة النارية، والفن الروحي وهو موجة البرق، والفن السماوي وهو مهارة السيف الطويل. وهنا بيضحك شيان وبيقول له ايها العجوز راقب ما يفعله هذا الشاب. وهنا بيخرج موجة برق مكونة من 27 صاعقة، وهنا بيتفاجئ الجميع من ده. وهنا بيقول لهم كما تعلمون اللي بيقدر على استدعاء 9 صواعق بإمكانه دخول العشيرة، أما لو 18 صاعقة فبيتم التعامل معه معاملة خاصة، ونفس الأمر بالنسبة ل 27 صاعقة. وبيقول للعجوز هانج إن كود شينج أظهر 27 صاعقة، وأنتم ليس لديكم أي اعتراض على ده صحيح؟ وهنا العجوز ليه بيتهم بطلنا بسرقة الفن السماوي، بيقولوا ان موجة البركة هذه تم صناعتها من قبل سلف العشيرة فقط، وفقط التلاميذ المسموح لهم بتعلمها، وانت فقط اصبحت تلميذ العشيرة الخارجي من 3 ايام بس، ولا يمكن الوصول لهذا الحد في 3 ايام بس. بيقوله المستشار ان هو قام باعطائه الكتب الخاصة بموجة البرك من 3 ايام. بيقوله العجوز انت قصدك ايه؟ وانت بتقول ان هو وصل لمستوى العالم الصغير في 3 ايام فقط؟ ما هذه المزحة السخيفة؟ بس بيقول له شيان ان فن موجة البرق هي تعويذة بسيطة، وليس من النادر ان تصل لمستوى العالم الصغير خلال 3 ايام بس، والامر لا يستحق كل هذا. وهنا بيضحك العجوز وبيقول له هل تجرؤ على قسم انه استغرق منك 3 ايام فقط للوصول لمستوى العالم الصغير؟ بيقول له ولما لا اجرؤ، وده انجاز بسيط، وماذا عن وصول لمستوى العالم الاكبر؟ وهنا بيضحك العجوز على كلامه وان هو حقا فتى مغرور، بس بطلنا بيصدمه وبيصنع موجة برق من 36 صاعقة، والعجوز مصدوم ان هو حقا وصل لمستوى العالم الاكبر. وبيقول له كوتشينج ان فقط لانك لا تستطيع لا يعني اني لا استطيع. ايها العجوز راقب هذا جيدا، وبيخرج برق مكون من 45 صاعقة، والعجوز في صدمة وان ده مستحيل، واكيد ان هو سرق التقنية واتقنها من فترة طويلة. بيقول له كوتشينج بالتفكير انك قمت بالزراعة لاكثر من 200 سنة، وحتى الان فان انجازاتك قليلة للغاية، وهل يجب ان اقول انك تضحك ام ترى هذا مؤلم؟ بيقول له العجوز كيف تجرؤ على عدم احترامي؟ بيقول له بطلنا لو كنت احترمتني فالطبيعي ان احترمك، بس اذا قلت في احترامي فلماذا يجب علي احترامك؟ وبعد كده بيخش على الاختبار التالي، وبيطلب منه التنكر عبر بوابة التنين، وهذه المرحلة تختبر ثبات القلب، وفقط اللي عنده قلب قوي يمكنه المشي عبرها. وبالفعل بيتقدم على البوابة وبينجح في الاختبار بكل سهولة. وهنا بتروح في شغل عنده وبتقوله ان هو ليس جدير بتلميذتها اويانج، وكمان يجب عليه ان هو يكون متواضعا، ولا يعتقد ان هو شخص مميز عشان قدر يستدعي 54 صاعقة من موجة البرق. ولكن بطلنا لم يهتم لكلامها ولم يتعب نفسه في النقاش معها وبيغادر. وهنا بيظهر محارب وبيعرف عن نفسه واسمه ليكان من عائلة لي، وفي البداية بيهني على قبوله كتلميذ داخلي للعشيرة، وبيقول له انا علمت انك قمت بضرب ليسن، وبالطبع هو ليس محترفا وماهرا مثلك. وهنا بيخش ريدي وبيقول له انت بتعمل ايه؟ بيقول له ان الشائعات بتقول ان جسد شيان مر بتغيرات خارقة للعادة بعد فشله في الاساسيات، ولذلك فهو حصل على جسد قوي جدا، والان جميع شاهد على قواه الروحية الناقية، كما انه قدر يستدعي 54 صاعقة، وهذا التلميذ يستحق الاحترام، ويريد ان يطلب منه بعض النصائح. بيقول له ريندي ان قوتك اعلى منه بكتير، وانت حقا تسعى للحصول على نصائح منه فقط. بس بيقول له ان شيان شاب معروف ان هو عبقري زمانه، وليس فقط ان موهبته في الموسيقى عالية جدا، ولكنه قوي جدا، وكيف يمكنني الا اسأله عن بعض النصائح؟ وبالاضافة لذلك وانا بتحداك في نزال. بيقول له بطلنا وانا موافق. بس بيقول له ريندي ان اللي كان قوي جدا وانت لست ندا له. بس بيقول له بالنظر لبنية جسده يمكن القول اني لن احظى بيوم مسالم ما لم اكبر بنزاله، ودعنا فقط نحل المشكلة الان. وهنا بيسأل ان كان في قوانين. بيقول له المستشار ليس هناك العديد من القوانين، وهناك فقط عدم التسبب بضرر للجذر الروحي للخصم او تحطيمه. وبيقول له اللي كان انت خايف ولا ايه؟ بيقول له ايوه ولكن انا بخير ويمكنني فعل هذا. وبيحاول العجوز ليند ان هو يقنعه ان هو يرفض النزال، ولكنه كان مصر، وبينطلقوا على حلبة القتال وبيبدأوا القتال. وبيقول له تيان ابدأ حركاتك الأولى وأريني كل ما لديك. وهنا بيقولوا لي كان أنت تجرأت على كسر ذراع ليسون، وسأرد لك ذلك ب10 أضعاف. وبيهجم عليه بقبضة الجبل الواسع، ولكنه بيوقف هجومه بسهولة.
وهنا بيتراجع بسرعة وبيهجم عليه تاني بالقبضة النارية، ولكنه بيختفي من أمامه وبيظهر خلفه وبيمسكه وبيسقطه أرضا، وبيهجم عليه من الخلف وبعد كده بيصعقه بالبرق. وهنا بيفاجئ الجميع من مقدرته على استدعاء البرق الأحمر وتطويرها للمستوى العالم الكامل ومكونة من 81 صاعقة. وهنا في شوي في صدمة ولم تتوقع أن يكون بهذه القوة، وكذلك زي هانج. وهنا بيقول لهم فكروا ان دوت نزال في حلبة القتال، ومن الطبيعي ان يصاب احدهما بجروح خارجية. وبالاضافة لذلك كان هو من طلب النزال في حلبة القتال. وبعد حركتين فقط شيان قام بتحذيره ولكنه لم يستمع، ويمكنه القول ان هو نال ما يستحق. وبيغضب زي هانج من كلامه. وهنا شيان بيقول له في المستقبل لا احد يعترض طريقي والا هتكون العواقب اضعاف مضاعفة، وإذا كنت باحترامي سأقوم باحترامك، ولكن إذا تجرأت على إهانتي سأردها لك 100 ضعف. وهنا المستشار بيتكلم في شو وبيخبرها إنها ذكرت إن في العديد يستطيع استدعاء 54 صاعقة، وعلى الرغم من ده فهم متواضعون. فأنا أتساءل إذا كان هناك من يستطيع استدعاء 81 صاعقة، وحاليا لا أحد حتى أنت لم تصلي لذلك. وإذا من هو الشخص المتواضع ومن هو الشخص المغرور؟ وهنا بتغضب المعلمة من كلامه، وهنا بيغادر فيكوي بسرعة وبيقول لشيان انه حصل على احترامه بالكامل وانا الان معجب بك. بس بيقول له شيان انت كويس اوي في مدح الغير. وبيقول له شيان لم يخبرنا العجوز هيود ان عليه انتزاع احد المقاعد ال 12 بعد ان اصبح تلميذ العشيرة الداخلي، وهل يمكنك التحضير في الامر من اجلي؟ بس بيقول ان هو يتمهل في الامر. بيستغرب بطلنا وبيسأله عن السبب. بيقول له انه يمكنه فقط انتزاع احد المقاعد ال 12 الاساسية عن طريق المنافسة الكبرى الثانوية. وهنا بيسأل عن موعد المنافسة، بيقول له بعد شهر. بيتفاجئ بطلنا من طول هذه المدة. وهنا بيسأله شيان إن كان هناك أي طريقة أخرى، بيقول له هذه هي الطريقة الوحيدة. وبيقول لشيان إن هو لازم يتبع القواعد ولا هيكون في سلبيات في المستقبل. بيقول له شيان حسنا. وهنا بيقول لشيان إن هو أكيد مرهق، ولكن إذا أردت أي شيء فأخبرني في الحال. وهنا بطلنا ما صدق وبيقول له إن هو محتاج الحجر الفضي مطر العاصفة و9 عيون لآلئ ممطرة والحجر القمري النحاس الأحمر. وهنا بيتفاجئ فيكو من هذه الأغراض وإن هو لم يسمع بها من قبل، ولكنه بيخبر إن هو هيسأل العجوز يود عنهم. وفي الليل بنشوف شيان بيتدرب وبيقدر يسترجع جزء من قوته وهو الوعي الروحي، وبيقول لنفسه إن هو رجع الوعي الخاص به وبيقرر استخدامه لإيجاد بعض الأشياء الجيدة في الخارج. وبالفعل بينطلق وهنا بيشوف ضوء وبيعرف إنها مصفوفة طبيعية مصغرة، وده يا صديقي عبارة عن كهف بداخله كنوز نادرة ولكنه مليء بالفخاخ الخطيرة. وهنا بيقرب من المكان وبيشوف بعض الأشخاص وفجأة بتظهر بنت وبتخرج سيفها وبتيجي مع الدرع اللي بيحمل مصفوفة وبالفعل بتقدر تدمرها. وبيتفاجئ بطلنا من وجود طاقة السحابة الأرجوانية في الكهف، وده لأنها طاقة روحية نادرة جدا ونقية بشكل لا يصدق، وأكيد فيها كنز نادر مخفي بداخلها. وهنا بيرجع لجسده وبينطلق بسرعة على الكهف للحصول على هذا الكنز قبلهم، وبالفعل بيوصل للكهف وهنا بتشوفه بنته وبتخبره بالخروج وإلا هتخلص عليه، ولكنه لم يهتم لكلامها وبيقول لنفسه ان زراعته في المستوى السابع او الثامن من المرحلة الاساسية ما عدا هذه البنت فهي اقواهم هنا. وهنا بتشوف ان هو لم يغادر بعد وبنعرف ان اسمها هوانج ياو. وهنا بتخرج سيفها ولكن بتوقفها بنت واسمها تشينج، بس بتقول لها ياو ان الشخص دوت يريد الدخول. بتقول لها تشينج ان هذا الكهف لا ينتمي لاي شخص والجميع له الحق في دخول الكهف. وبيقول لها تشينج ان هذا المكان ليس عشيرتها وانصحك بالتوقف عن التصرف بغرور، والمقاعد ال 12 الخاصة بكم لا تعني شيء لمجرد خروجكم من العشيرة. وهنا بتغضب من كلامه قائلة انت شكلك كده تريد الموت، ولكن بيهديها شاب واسمه لي تشينج وايضا يمتلك احد المقاعد ال 12. وهنا بيقول بطلنا نفسه ان هو لم يتوقع ان يلتقي باحد تلاميذ العشيرة، وبالاضافة لذلك فهناك شخصان يشغلان احد المقاعد الرئيسية. وبعد مرور نص ساعة بتخرج تشينج من الكهف وبتقول انها قامت بتحديد جميع المواصفات الموجودة بالداخل، وكمان استعملت الوعي الروحي الخاص بها للتأكد من ذلك، ولكنها بتقرر الدخول الاول من باب الاحتياط. بس بيقول لها بطلنا انها لو عملت كده فهيكون مصيرها الموت. بتقول له تشينج قصدك ايه؟ بيقول لها يمكن فعلا قمت بتحديد جميع المصفوفات في الداخل مسبقا، ولكن هناك بعض عيون المصفوفات لن تكتشفيها بعد، وقوتها الانفجارية مرعبة جدا وانها سوف تفجرك لاشلاء في ثواني فقط. بتقول له ياو بكل غضب انت مين يالا وانت عايز ايه؟ بيقول لها ان هو مجرد عابر سبيل وانتوا لسه شباب يافعين ولا يمكن تحمل رؤيتكم تموتون بهذه الطريقة. بتقول له ياو ان هو بيبالغ في تقدير نفسه قليلا،
وهنا بتحذرها تشينج بعدم التصرف باندفاع وإلا سوف تقوم بطردها. وهنا بتشكر شيان على نصيحته ولكنها استعملت وعيها الروحي للتأكد مرة أخرى. وهناك 37 مصفوفة داخل الكهف وإنها قامت بتحديدهم جميعا بالفعل، ونفس الأمر ينطبق على عيون المصفوفات، بس بيقولها إن لسه هناك عين مصفوفة لم تكتشفيها بعد وهي الأكثر أهمية وإنها موجودة في أعمق نقطة في الكهف. وهنا بتستغرب تشينج من كلامه وبتقول لنفسها إنها تأكدت بالفعل من جميعها، وفقط أين هي عين المصفوفة التي بيتكلم عنها. وهنا بيقول لها لي تشينج إن ليس لديهم أي معلومات عن هذا الشخص وربما هو هنا ليضيع وقتنا لحين وصول الدعم له للدخول إلى الكهف. وهنا بتقول لنفسها إن هو محق وبتقول لها يو أنا أخبرتك بالفعل إن هو هنا ليضيع وقتنا والاتصال بالدعم. وهنا بيدخلوا على الكهف وفجأة بيحصل هزة في المكان وبيتراجع الجميع بسرعة وبيحصل انفجار مرعب في الكهف. وهنا بتقول لنفسها لو كنا دخلنا للكهف باكرا لكنا في إعداد الموتى وكيف علم بذلك. وهنا بترجع لعند شيان وبتشكره على إنقاذهم وبتعرف عن نفسها وإنها من اتحاد الجيوهو وبتسأله عن اسمه بس بيقول لها إن هو مجرد عابر سبيل. وبيقول لنفسه اتحاد الجيوهو وتذكر إن هيود ذكرهم من قبل وقال إن قوة الاتحاد الجيوهو كبيرة بشكل لا تصدق وهم المسؤولين عن الكثير من العشائر المختلفة. وهنا بتستغرب تشينج من تصرفات شيان الغريبة وجميع المزارعين دايما لديهم هالة خارجية، ولكن كيف هو لا يملك أي هالة وهل يمكن أن هو ليس مزارعا؟ وهنا بيشكره يونج ولي على إنقاذهم. وهنا بيسألهم شيان إن كانوا من عشيرة يونيشيا، بتقول له يا وهذا صحيح وأنا أشغل أحد المقاعد ال 12 الرئيسية في عشيرة يونيشيا. وبعد شوية هيأتي الأخ الأكبر إلى هنا أيضا واسمه موزي باي وأنا متأكدة إنك سمعت عن أسمائنا العظيمة من قبل، بس بيقول لها إن هو لم يسمع به من قبل. وهل هو كمان يشغل أحد المقاعد ال 12؟ بتقول له أكيد فهو صاحب المقعد الأعلى بين المقاعد ال 12 وتشكيله الأساسي بمستوى قوس قزح. وبيقول لها شيان بكل ذهول إن شكله قوي جدا. وهنا بيوصل موزي باي وبيقول لهم هونج إن عشيرة يونيشيا لا تملك آداب سلوك إطلاقا لأنهم أحضروا الدعم، بس بيقولوا إن هو لم يأتي لمساعدتهم وفي الأصل هو من وجد هذا الكهف مع تشينج ولكنه غادر الأول لأمر ضروري ويمكنك أن تسأل تشينج إن كنت لا تصدقني. بتقول له تشينج إن ده هو اللي حصل. وهنا بطلنا بيدخل الكهف من غير ما حد يحس وبيشوف الجميع ده وبيلحقوه بسرعة وبيوصلوا لمكان فيه تمثال ضخم. وهنا بيقول لنفسه إن لسه هناك فراخ موجودة على الرغم من اكتشاف هذه المصفوفة ولسه المكان ده خطير جدا. وهنا موزي باي بيسأل تشينج عن ماهية هذا الرجل ومن هنا بتخبره باللي حصل وبيروح لعند شيان وبيعرف عن نفسه وبيقول له شيان ان هو مجرد عابر سبيل. وهنا تشينج بتخبر الجميع انهم هيتبعوا القواعد القديمة وجميعنا سوف ندعم بعض اذا احتاجنا لذلك وهيتم تقسيم الغنائم بالتساوي وهل هناك اي اعتراض. وهنا بيخبرهم شيان انه يمكنهم الذهاب معا وهو هيتنزه بمفرده. وهنا الجميع بيستغرب من كلامه وبينطلق بمفرده. وهنا بيقول لها ان لا داعي للاهتمام به واكيد هناك مصفات لم تنشط بعد لذلك يجب ان نسرع ونجد الاشياء اولا. وبيوصل شيان لمكانه وبيلاقي مجموعة من الأدوات وربما يستفيد منهم. وهنا بيشوف باب مخفي وبيفتحه وبيدخل المكان وهنا بيقابل ياو ولي تشينج وبيشوف إن الجميع موجودين ما عدا موزي باي وتشينج، بس بيقولوا إن هما ذهبوا ليتفقدوا أمر الطريق وبيسألوا بطلنا إن وجد أي كنز نادر ولكن لم يهتم لكلامهم وبيلاحظ بطلنا وجود فخ وبتغضب ياو من تصرفات شيان ولكنه أيضا لم يهتم. وهنا بتنفجر من الغضب وبتهجم عليه ولكنه بيتفادى هجومها وبيمسك ايديها وبيخبرها انها تكون حذرة والا هتندم على ده وبيحدفها بعيد ولكنها بتنهض وبتهجم عليه تاني ولكنه بيسد هجومها وبيهجم عليها وبيحدفها بعيد. وهنا شيان بيستعمل قوته لتدمير الفخ اللي على الباب وبيوصل لمكانه وبيشوف حجر وبيقرب منه وهنا بيلاقي دائرة الأختام الستة المضيئة للملك العظيم وبنعرف انها تستخدم لختم الوحوش اللي بتمتلك قوة مرعبة جدا. وبيقول شيان ان الشيء اللي تم ختمه هنا قد هرب من زمن طويل والا لم تكن لتنفجر عيون المصفوفة. وهنا بيتساءل ماذا يكون هذا الشيء ولكنه لم يهتم كثيرا وبنعرف ان الحجر ده هو حجر السماء الارجواني وبنعرف انها تحوي طاقة الشمس الروحية النقية وانه بحاجة لها من اجل زراعته. وبياخد الحجر وبيقول لنفسه ان الاختام الستة بحاجة ل6 عيون وهذه واحدة منهم واكيد هناك 5 اجزاء اخرين. وهنا بيقرر العثور على بقية الأجزاء وبيحصل بطلنا لحد الآن على 4 أجزاء وبيخش على البوابة التالية وبيلاقي موزي باي وتشينج وبيتفاجئوا من قدوم بطلنا وبتسأله تشينج إن وجد أي كنوز في طريقه. بيقول لهم لا شيء ماذا عنكم؟ بتقول له نفس الشيء.
وهنا بيشوف باب مخفي وبيحذرهم من دخوله، ولكن موزي باي لم يهتم لكلامه وبيخبر تشينج بالإسراع في دخوله، ولكنها بتقوله إن لديها شعور بوجود خطر كبير خلف هذا الباب، بس بيقولها إن الفخ فقد تأثيره من فترة طويلة وعليك أن تثقي بي أكثر. بس بتقول ربما علينا التمهل وربما علينا أن نسأله، ويمكن لا أعلم من يكون ولكن وعاءه الروحي ممتاز جدا. وهنا بتسأله إن كان هناك أي فخ وراء هذا الباب. بيقول لها بالفعل هناك فخ خلف هذا الباب وبينصحها بعدم دخوله. وهنا بتسأله عن نوعية الفخ المخفي. بيقول لها إنها تقنية الالتهام البحر السماوي وهتتفعل لحظة فتحانها الباب، ولكن موزي باي لم يهتم لكلامه وندرس لعدة سنوات عن الفخاخ الالتهام، ولكنه لم يسمع أبدا عن هذا النوع من الفخاخ. بس بيقول له شيئا هناك كثير من الفخاخ الأخرى التي لم يسبق لك السماع عنها، وفي اللحظة اللي هيتفاعل فيها الفخ سيكون مثل شعور السقوط في الهاوية، وعندها يكون من الصعب عليكم الخروج منها. ولكن موزي باي لم يستمع لكلامه وبيفتح الباب، ولكن لم يحدث شيء. وهنا بيسخر من بطلنا وفجأة بيتفاعل الفخ، وهنا بيحاول الاتنين تنظيم طاقتهم الروحية، ولكن بيقول لها لا تقوم بتمرين طاقتك الروحية ولا تقاوميها أو تتحركي، وإلا سيكون الوضع أسوأ، وعليك فقط أن تكوني هادئة. وبالفعل بتعمل كده وبتشعر بالضغط والاختناق أصبح أقل من السابق. وهنا شيان بيستعمل قوته وبيدمر الفخ وبينقذهم، وبيقول لهم ان هم يرتاحوا شوية ثم بعد كده يغادروا المكان. وبيغادر شيان وبيدخل على الغرفة المخفية. وهنا تشينج بتعالج موزي باي وبتقول له نسرع بالذهاب خلفه وان هو لم يبتعد كثيرا، بس بيقول لها انها ليه بتدور عليه. بتقول له انت ازاي بتتصرف كده وانه انقذنا للتو وعلى الاقل يجب علينا شكره. وبالفعل بينطلقوا وبيوصلوا للغرفة، وهنا بيلاقوا بطلنا وبيسأل موزي باي عن ماهية هذا الشيء وانه لم يرى زي هذه الطاقة القوية تخرج من شيزيا كهذه. وهنا بيقول لهم بطلنا انه انقذ حياتهم ورغم ذلك ترغبون بسرقة اشيائي، بس بتقولوا تشينج ان هم هنا لشكره فقط، بس بيقول لهم لا حاجة لشكري وعليكم الرحيل من هذا المكان اذا لم ترغبوا في الموت. وهنا بتستغرب تشينج من تصرفات شيان وبتقول لنفسها ان هو مليء بالكراهية، وهنا بتقرر انها تغادر وبتقول لموزي باي دعنا نذهب، ولكن موزي باي يسعى لاخذ هذه البلورة وبيقول لتشينج ان هم اتفقوا على تقسيم كل الغنائم الكهف وانها القواعد وهو يرغب باخذ نصيبه من هذه البلورة. بس بتقول تشينج ان هو كان بمفرده لما وجدها، بس بيقول لها ان ده مش كافي ولا تنسي اننا من وجدنا الكهف. وبيقول لشيان ان هو يسلم البلورة، ولكن بطلنا بيرفض وبيقول له هتعمل ايه اذا لم افعل. بيقول له موزي باي لا تلومني ان اصبحت فظا معك. بيقول له شيان هل تجرؤ على فعل ذلك وانت حتى لا تعرف من انا ولا تعرف حتى مقدار قوتي، وانصحك ان تفكر في الامر مرتين قبل فعل اي حركة. ولكنه لم يستمع لكلامه وعلى وشك الهجوم عليه. وهنا بتحاول تشينج منعه ولكنه لم يستمع. وهنا بيظهر الجميع وبيشوفوا ان يوم مصاب، وهنا بتقول لهم ان بطلنا من قام بفعل ذلك. وهنا بتسأل شيان ان كان ده صحيح. بيقول لها ايوه اللي عملت كده، ولكن رغم ذلك بتحاول منعهم ولكنهم لم يستمعوا وبيهجموا على شيان، ولكن شيان بيوقف هجوم ياو بسهولة وبيتفاجئ الجميع من ده. وهنا ليه بيحاول الهروب ولكن بطلنا بيهجم عليه وبيسقطه ارضا. وهنا بيهجم موزي باي عليه ولكن بيصد هجومه بكل سهولة، وبيهجم عليه شيان وبيحدفه بعيد، ولكن بطلنا لم يكتفي بذلك بل كمان بيروح لعنده وبيستمر في ضربه، وتشينج مرعوبة من اللي بيحصل. وهنا بترجى بطلنا عن فعل ذلك وان هو اكيد عارف غلطه، وبالفعل بطلنا بيتوقف عن ضربه وبيغادر المكان، وبيروح بطلنا على الغرفة الأخيرة للحصول على القطعة الأخيرة. وهنا بطلنا بيستغرب من عدم وجود فخ على هذا الباب، وأكيد هذا الوحش هو من فعل هذا، وبيدخل على المكان وبيستغرب من هذه البلورة، وفجأة بيظهر وحش في الظلام، ولكن بيطلع هذا الوحش هو مجرد سلحفاة. وبيلاقي بطلنا شيء غريب وبيقول إن هو ليس كنز أو ليس مورد للزراعة ولكنها أقرب إلى نوع من العظام. وهنا بنشوف السلحفاة بتتسلل وعلى وشك التهام البلورة، ولكن شيان بيمنعها وبيقول لها لا تحاولي خداعي. وهنا بيقول بطلنا ان هو اكيد مولود حديثا وقد حصل على الحكمة الروحية، وبعبارة تانية هذا الصغير هو الذي تم ختمه بالاختام الستة منذ ان كان داخل البيضة. وهل يمكن ان يكون وحشا خطيرا؟ ولكنه لا يبدو عليه ذلك اطلاقا. وهنا بيستعمل شيان قوته اللي جعله ينام. وهنا بطلنا بيشوف النيران على العين، واللي بنعرف انها اللهب الذهبي البنفسجي الحارق ومصدره الشمس، وهي واحدة من اقوى انواع النيران التسعة واكثرها نقاء وشراسة، ولم يتبقى شيء سوى البلورة. وبيستغرب بطلنا من هذا الشيء، وهنا بيقرر استخدام وعيه الروحي لتفقده، وبيدخل البلورة وبيستغرب شيان من هذا المكان،
وهنا بيظهر شيء وبيقول له من أنت، وبنعرف إن ده نوع من الإدراك الروحي، وبيقول له كيف استطعت الدخول لحلمي. وهنا بيستغرب بطلنا من كلامه وبيقول لنفسه حلم، هو ايه اللي بيحصل هنا؟ وهنا بيسأله شيان ومن تكون أنت؟ بيقول له وكيف دخلت إلى حلمي ومن أنت؟ تحدث، من أنت؟ وقال أنا سوف أدمرك. بيقول له شيان ده لو أنت استطعت. وهنا بتظهر شعلتين من اللهب وبتهجم على بطلنا، ولكنه لم يقدر على أزيد بطلنا. وبعد كده بنشوف بطلنا رجع للسلحفاة وبيقول فقط ماذا تكون ولماذا تم ختمك. وبطلنا محتار، وهنا بيشوف انها تنظر الى العقاقير الطبية وكمان بتاكلها، وبيستغرب بطلنا من ده. وهنا بيخرج اللهب الارجواني وبيقول له ايمكنك اكله ايضا. وهنا الصدمة، بياكل اللهب الارجواني وبطلنا متفاجئ من ده، وبيقول له انت حقا لديك معدة مميزة ويمكنك اكل اي شيء. وهنا بيقول لنفسه ان هو قام بتدريب جسمه في شعلة من النار الجحيم قبلا، وعشان كده يمكنني تحمل قوة اللهب الارجواني. ولكن هذا الصغير ولد حديثا، ولكن كيف يمكنه ان يكون بهذه المتانة؟ وهنا بطلنا بيجرب تدميره بعد محاولات مستمرة، ولكنه في النهاية بيفشل. وهنا بيتساءل اي نوع من الوحوش انت، وان جسمك قوي جدا. وفي منطقة تشينج يانج وفي جناح جبل يولاي بنشوف تشينج، وهنا بيأتي موزي باي وبتسأله تشينج كيف حالك؟ بيقول لها ان اصاباته اتعافت بالكامل وانه فقط بحاجة للقليل من الوقت. وبتقول له بس ده هيأثر على منافستك في العشيرة الداخلية. بيقول لها لا تقلقي ولن يؤثر علي. بتقول له هذا جيد. وهنا بيقول لنفسه ماذا يجب ان اقول لاجعل تشينج تخبرني بما حدث؟ بس بتقول له تشينج لا تقلق، لن اخبر احد بما حدث. وهنا موزي باي بيرتاح وبيشكره على ده. وهنا بتقول له ان هو ينسى ما حدث، بس بيقول لها لا استطيع النسيان ولم اتعرض لمثل هذا الاذلال في حياتي ابدا وسأنتقم على ده. وبتقول له افعل ما تريد. وقبل ما تغادر بيسألها هل ستأتي لمشاهدة منافسة العشيرة؟ بتقول له اعتقد ذلك، وانا لم ارى اويانجي من فترة وسوف استغل هذه الفرصة لزيارتها. وكمان سمعت عن امر حبيبها. وبنشوف بطلنا مع مشروبه الجميل ومستني الفرج، وبيقول نفسه ان لسه قدامه كمان شهر. وفقط اين هو هيود؟ وهذا العجوز اختفى مجددا وحتى لم يخبرني. وبيشعر بطلنا بالملل فبيتسلى مع السلحفاة، ولكنها حتى لا تحبه. بس بيقول لها انا سوف اقوم باعادة بناء اساسات جسدي قريبا، وعندها سوف اريك مدى قوتي. وهنا بيظهر في كوي وبيقول له سيدي الشاب هل انت مرتاح؟ بيقول له ماذا هناك؟ بيقول له ان المنافسة هتبدأ قريبا ولازم عليك الذهاب لتسجيل اسمك. بيقول له شيان لماذا علي الذهاب وليست منافسة العشيرة الداخلية تقام فقط من اجل اختبار الزراعة ومهارات التلاميذ؟ وهنا بيقول لنفسه ان في الماضي قام بعمل شاق ورغم ذلك لم يسمح له بدخول المسابقة العشيرة. وبيقول له في قوي يمكنك قول ذلك، ولكن ألسنا نخطط لنزع أحد المقاعد ال12، وإذا أردنا ذلك يجب عليك تسجيل اسمك شخصيا. وبيقول له بطلنا تمام لنذهب. ونروح بقى على المعبد، والكل هنا بيتكلم عن أويانج يي وإنها عبقرية وكانت في العشيرة لسنتين فقط، وهي بالفعل لديها جذور أساسية متعددة الألوان وأمامها مستقبل مشرق. وهنا بيظهر بطلنا وبتظهر خلفه أويانج أيضا مع معلمتها في شوي، وبتكون أويانج سعيدة وبتسلم على أصدقائها، وبتغضب معلمتها من تصرفاتها، وبتخبرها المعلمة ان جميعهم مواهب عادية جدا وما الفائدة من اضاعة وقتك معهم. بس بتقول لها ان هم اصدقائي. بتقول لها بكل غضب اصدقاء انهم ليسوا مؤهلين ليصبحوا اصدقائك، ولو اصبحوا عندها يسببوا لك بانخفاض مستواك، وانت فتاة موهوبة جدا ويجب ان يكون اصدقائك مثلك وفي نفس مستواك. ولكن اويانج بتكون غاضبة من كلامها، وهنا بتكمل كلامها وبتحذرها من لقاء بطلنا وانها وعدتها بذلك. وبتقول يانج لنفسها انها عملت كده لانها ظنت انها سوف تسبب المشاكل له. وبتقول لها المعلمة تلميذتي العزيزة يجب ان تنسي حبك من النظرة الاولى المثير للسخرية واحلامك الغير واقعية وان هو مجرد فاشل، ولا تظن ان هو مميز فقط لانه هزم اللي كان وهو قد اعتمد على جسمه الصلب فقط. ولكن بتقول لها ان تتوقف عن تسميته بالفاشل. وبتقول لنفسها ان غير مهم ان كان فاشل ام لا، وانا فقط اعلم ان هو ساعدني عندما وافق بالادعاء ان هو شيان، ولهذا هو بيتعرض للمضايقة من قبل الاخرين. ولكنها بتخبرها انها لسه صغيرة وعديمة الخبرة وانا فقط عارفة مصلحتك. ولكنها بتغضب من كلامها وبتغادر، وبيتجه الجميع على مكان التسجيل، وبيشوف العجوز ريندي اويانج بين الجميع. وبيقول للمعلمة في شو لقد كنا نناقش اليوم ما اذا كانت السيدة اويانج هتشارك هذا العام في المنافسة على المقاعد ال12، ولم اتوقع انك سوف تأتينا الى هنا. بتقول له المعلمة تلميذتي كانت مؤهلة للانضمام للمقاعد ال12 من فترة طويلة، ولكنها فقط لم تكن جاهزة بعد لإيقاظ قوتها.
وهذا العام تلميذتي نجحت في إنشاء أساسياتها في مرحلة الجذور عديدة الألوان، وقامت بتطوير مهاراتها القتالية، وبالنسبة لها سيكون من السهل عليها الانضمام للمقاعد ال12. ومن خلف الكواليس بيظهر بطلنا وبتتفاجئ أويانج من وجوده، وهنا بيشوفها بطلنا وبيهنيها على تطور مهاراتها، وهنا بتقول لنفسها ان هو لسه مغرور كما كان، وبتسأله ماذا يفعل هنا. بيقول لها لا أفوز بأحد المقاعد ال12 ولما سأكون هنا غير ذلك. وهنا بيتفاجئ الجميع وأويانج أيضا، وبتقول له المعلمة أنت تريد الفوز بأحد المقاعد ال12 الرئيسية وأي جزء منك مؤهل لذلك. بس بيقول لها في قوة إن جميع تلاميذ العشيرة الداخلية مؤهلين لذلك. بيقول له العجوز هندي هل أنت تريد حقا المنافسة للفوز بأحد المقاعد ال12؟ واعلم إنك تملك جسد قوي جدا بشكل لا يصدق، وأنت موهوب جدا في مهاراتك القتالية، ولكن انتزاع المقعد الرئيسي ليس بهذه البساطة. بيقول له شيان ليس بهذه البساطة؟ ألم تكن للتو إن عليها فقط هزيمة واحد من أصحاب المقاعد ال12؟ بس بيقولوا إن المقاعد ال12 معروفين بمهاراتهم القتالية وقوتهم الاستثنائية، وأنصحك بإعادة النظر. بس بيقولوا إن هو بالفعل فكر في القرار، ومن فضلك سجل اسمي في القائمة. وهنا بيتفاجئ العجوز ريندي من قراره، وبيقول أنت حقا شخص مغرور. بس بيقولوا لا بأس، لم أكن لأتكلم بهذه الثقة إن لم أكن متأكد من الفوز. وهنا المعلمة بتضحك على كلامه، وبتقول للعجوز ريندي إن هو ليه بيحاول إقناعه بالتراجع، ولن يعرف ذلك حتى يتعرض للضرب. وبالفعل بيتم تسجيل اسمه. وهنا بيقدموا لبطلنا شيء، وبيقولوا إن هو لازم يعمل شعار مميز إذا كان يريد المنافسة على المقاعد ال12. وهنا بيخرج ورقة مكتوب عليها اسم خصمه وهو هوانج ياو. أيوة يا صديقي، هي نفسها البنت اللي قابلها في الكهف، وهي نفسها اللي اتعرضت لهزيمة ساحقة مرتين. وبيقول للعجوز ريندي إن هو سمع إن أصبح واحد من المقاعد ال12 عندها سيكون مسموح له للدخول إلى الجناح التاسع. وبيقول له العجوز ريندي هذا صحيح، وبعد أن تصبح صاحب المقعد الأول عليك اجتياز اختبار لدخول الجناح التاسع. وهنا بيقول له شيان كيف يمكنني أن أكون صاحب المقعد الأول؟ وهنا بيقول العجوز لنفسه إن هو أصبح متعجرف جدا. وهنا بيرد في قوي عليه وبيقوله إن هناك نظام مستويات واللي فيها هيفوز بالمقعد الأول، وبيشرح له النظام وبيقول له شيان إيه كل ده؟ ألا يمكنني فقط هزيمة صاحب المقعد الأول بس بيقول إن هو عليه اتباع القواعد. وبتقول له يانج أنت بتتكلم عن إيه؟ وهل أنت جد في كلامك؟ بيقول لها أيوه وسأفعل ذلك. وهنا بتقول له أنت مجنون، وأنت أصلا لم تحصل على أحد المقاعد ال12، وهل أنت تسعى لأخذ المقعد الأول؟ بس بيقول لها ان هم مجرد مجموعة من الاطفال واستطيع التعامل معهم باصبع فقط. وهنا الجميع بيتصدم من كلامه وانه مغرور جدا. وبتقول له المعلمة يا لك من مغرور، ولا استطيع الانتظار حتى اراك تتعرض للضرب من هوانج ياو، وعندها سنرى ان كنت لسه بهذا الغرور. ولكنه لم يهتم لكلامها وبيقول اذا ما التالي. بيقول له ان عليه فقط الانتظار المنافسة بعد 3 ايام. وهنا بيقول له دعنا نذهب، ولم يهتم بامر اويانج وبيغادر. ولكن اويانج بتنادي عليه، وهنا بتقول لها المعلمة انت لسه تهتمي لامره وانه مجرد مغرور ولا يمتلك اي احترام للذات، وما الفائدة من الاهتمام لامره. وهنا بيظهر العجوز هندي وبيقول لها يمكن معلمتك قاسية قليلا، ولكن لديها وجهة نظر، وانا لا اريد الدخول في شؤونك. ولكن ربما ذلك الشاب مجنون او فقد عقله لانه فاشل في الاساسيات، وقد اثر ذلك على تفكيره، ولا لماذا سيتكلم هكذا. وهنا بتغضب اويانج وبتغادر المكان. وفي اليوم الثالث بينطلق الجميع على المنافسة، وهناك انتشرت الاخبار عن شيان وان هو هينافس على المقاعد ال12. وهنا بيظهر 3 مقاتلين وهم لي سين ولي كان ولي تشينج. وبنعرف ان لي تشينج دخل الى العزلة لمدة سنة بعد هزيمته على يد موزي باي، وان ذراعاته تطورت كثيرا والان يريد هزيمته ليسترجع احترامه. وهنا بيظهر موزي باي وهوانج ياو ولي دونج، وبيقول موزي باي أليس هذا لي تشينج؟ مضت مدة طويلة. وبيقولوا لي تشينج إن هذه المرة سيهزمه. وهنا بيضحك موزي باي على كلامه وبيقوله سأنتظر ذلك. وهنا بيقولوا لي سن موزي باي فلتستعد جيدا، فأخي دخل إلى العزلة لمدة سنة وقد تحسنت مهاراته بشكل كبير، وسوف يهزمك هذه السنة بالتأكيد. وبيقول له هوانج ياو إن هو فقد حسن مستواه من 5 إلى المستوى التاسع أو السابع السماوي. أما موزي باي طور زراعته ومهارات سيفه إلى المستوى السماوي الممتاز من فترة طويلة. بس بيقول له من سمح لك بالكلام؟ وأنت في الأساس الأضعف بين المقاعد ال12. وهنا بتغضب ياو من كلامه،
وبتقول له حتى لو كنت الأضعف لكني لسه أقوى منك، وسمعت إنك تعرضت للهزيمة من فاشل في الأساسيات، وفي النهاية حاول لي كان الانتقام، ولكنه تعرض للهزيمة ساحقة أيضا. ولكن بيقول لها ليسون إنه عارف إنها تعرضت للهزيمة ساحقة داخل الكهف الشهر الماضي، وهنا بيتفاجئ ليه وموزي باي وهوانج ياو من تسرب الخبر، وبيقول لهم ليسون هل فكرت انك قادر على اخفاء قصتك المحرجة فقط عن طريق رشوة يونج؟ ومتأكد ان الجميع هنا يعرف ذلك، وان لي دونج وموزي باي وهوانج ياو دخلوا احد الكهوف وتعرضوا الثلاثة لهزيمة ساحقة من شخص غريب، وخافوا ان يفقدوا كرامتهم فاختبأوا وقاموا بعلاج اصابتهم طوال هذه المدة. وبيتفاجئ الجميع من ده، بس بيقول لهم موزي باي ان هو كان شخص خبير وكان ايضا مزارعا ذهبيا في الجرم السماوي، وإني فكرت فيه كأخ كبير لي، ولكن بعد أن وجدنا بعض الكنوز في الكهف تملكه الشر والجشع وهجم على هوانج ياو، لذلك أنا تعاركت معه، ولكنه كان قويا جدا ولم أكن ندا له، ويمكن تعرضنا لإصابات ولكننا نصبنا كمينا له داخل الكهف. وهنا بيغضب كلا الطرفين من بعض، وهنا بيظهر العجوز ريندي وبيقول لهم بالتوقف عن فعل ذلك واستعملوا هذه الطاقة في المنافسة ونرى مدى قوتكم الفعلية. وبتبدأ المنافسة والمباراة الأولى مع موزي باي، ولكن خصمه بيستسلم. ونخش بقى على المباراة التانية وهتكون بين شيان وخصمه هوانج ياو، وهنا التلاتة بيترعبوا وأيضا بيغضب ليسن من وجوده، وبيخبر لي تشينج إن ده هو شيان أو كو تشينج فينج، وبيقوله لي تشينج إن هو هيدفع التمن غالي، وهوانج مرعوب في حلبة القتال. وهنا بيقولوا لي تشينج ان هو لا يقسو عليه كثيرا لان عنده بعض الضغائن الشخصية ويجب ان ينهيها معه. وهنا تنسيرو بتقول له يانج يبدو ان حبيبك مشهور حقا هنا، ولكن هل سينجو اليوم؟ وبنشوف على يانج القلق. وهنا بتسأل الجميع ايه اللي بيعمله هوانج ياو وليه متجمد في مكانه. وهنا بيقول له بطنه ان هو لو كان خايف فليعترف بالهزيمة فقط. وهنا بيغضب الجميع من كلام شيان وانه حقا مغرور وهيا اسرع واقضي عليه، ولكن هوانج ياو بيعترف بالهزيمة وبينزل الكلام على الجميع كالصاعقة وانه ازاي يعترف بالهزيمة بهذه البساطة. وبيسأله العجوز أنت تعترف بالهزيمة؟ بيقول له ايوه اعترف بالهزيمة. وبيسأله العجوز ريندي عن سبب استسلامه وهل تفهم كل شيء جيدا؟ بيقول له هوانج ياو انا افهم كل هذا جيدا. وهنا بيقول لنفسه انه لو قتله الان لن اخسر امامه فقط بل سأفقد كل ما تبقى ما لدي من كرامتي، وأفضل الاعتراف بالهزيمة على أن أتعرض للهزيمة أمام الجميع. وهنا بيقول فيكو بما أن هوانج ياو اعترف بالهزيمة واعتمادا على القوانين سيأخذ شيان المقعد مباشرة، ولكن الجميع بيعترض على ده وفي حاجة غريبة في الموضوع ولازم يتوضح الأمر قبل ما نعطيه المقعد. ولكن بيقول لهم إن هو اعترف بالهزيمة وليه بتحتاجوا لهذه الأسباب من أجل هذا، والجميع بيخش في جدال. وهنا بيقول لهم شيان بكل غضب ما الغريب في ذلك، وانتم بتعملوا كده فقط لانكم لا تحبوني لذلك تختلقون الاعذار عن قصد. بس بيقول له يوان ده هراء، وبتقول له المعلمة كيف تجرؤ على التكلم بقلة احترام معنا هكذا. وبيقول له العجوز ريندي ان العشاء دائما عادلة ولكن هذه المرة بس بيقول له شيان توقف عن الهراء. ودعوني اسألكم اذا أيمكن الانتقال للنزال التالي إذا اعترف خصمي بالهزيمة أم لا؟ وهنا العجوز ريندي بيعجز عن الرد، وهنا بيسألوا شيان المرة التانية أستطيع أم لا؟ وهنا بيغضب عجوز وبيقول له يا للوقاحة وما خاطب هذا السلوك، بس بيقول له بطنا ان هو بالفعل مهذب بقدر الامكان معكم، وبيقول لنفسه لو لم يكن من اجل هيود وان هو طلب مني اتباع القواعد لما لا اهتم ابدا بهؤلاء الفئران الملاعين. وهنا بيقول العجوز ريندي لازم نعرف سبب استسلام هوانج ياو وسوف اتخذ القرار بعد التحقيق في هذه القضية، بس بيقول لهم لستم بحاجة لذلك بينما يمكنني اخباركم بالسبب مباشرة، وان هوانج ياو اعترف بالهزيمة لاننا تقاتلنا من قبل وهو لم يكن ندي لي لذلك من الطبيعي أن يعترف بالهزيمة. بس بتقول المعلمة ما هذه المسحة وهوانج ياو في الطبقة الستة من المستوى السماوي، وبيسأل شيان هوانج إن كان يقول الحقيقة، وهنا بيعجز هوانج عن الإجابة. وهنا بيقول له بكل غضب تحدث، وهنا بيقول هوانج ياو إنها الحقيقة وأنا لست ندا له لذلك اعترفت بالهزيمة. وهنا بيتفاجئ الجميع من اعترافه ولكن رغم ذلك بيعترضوه، وبتقول المعلمة إن ده لا يحتسب. وهنا بيغضب شيان وبيقول لهم سأريكم اليوم ما يمكن احتسابه. وهنا بينادي عليه دونج وموزي باي لمواجهته في حلبة القتال، ولكنهم بيترعبوا منه وبيعترفوا بالهزيمة، والجميع في صدمة من اللي حصل.
وبيقول لهم شيان هل هناك أي اعتراض أيضا؟ ولكن أيضا بيعترضوا على كلامه وإنه مجرد فاشل في الأساسيات، ولديه فقط جسم قوي وصلب بشكل لا يصدق. وقالوا إن هو هزم موزي باي، سأكون أول شخص لا يصدق هذا، وربما استعمل الحيل أو كنز قوي لهزيمته. وبيقولوا العجوز ريندي لا أعترض على تسليمك المقعد الأول، ولكن أخشى أن العامة لن تقبل بهذا. وهنا بيضحك شيان من كلامه وبيقول لهم جيد جدا، أتقولون أني استخدمت مساعدة خارجية أو كنز سحري قوي؟ ومن يقول هذا غير عادل ومن صعب تفسير هذا للعامة. إذا سأقدم لكم عرضا واضحا يا رفاق. وهنا بينادي على التسعة الآخرين من المقاعد ال12، ولكنهم لم يجرؤوا على مواجهته. وهنا بيظهر لي تشينج وبيتحدى شيان، وبيهجم على شيان بسرعة كبيرة، ولكن بيتجنب هجومه بكل سهولة، وبيهجم عليه وبضربة واحدة بينهي القتال. وبيقول لهم والآن في أي اعتراض؟ ولكنهم لم يردوا. وهنا بيقول لهم بكل غضب أنتم جميعا تقفون هنا مثل الكلاب، وجميعكم لستم أكثر من فشلة، ولكنكم لازلتم تقفون بغرور. ولو لم يترجني هيود عن فعل أي شيء متهور لكنتم في عداد الموتى، ولن أتحمل هذا بعد الآن. ومن لديه أي اعتراض فليأتي إلي. وهنا بيغضب العجوز ليه وبيهجم على بطننا بضربة النمر الناري، ولكن بضربة من شيان بيركع العجوز والدماء تخرج من جسمه بالكامل. وهنا بيشوف ان هو لا يزال بامكانه الحراك، وهنا على وشك الهجوم عليه تاني والتخلص منه. وبيحاول يوان وفيشو منعه، ولكن هنا بيحضر هيود وبيوقفهم منعا لحدوث اي مشكلة كبيرة في العشيرة. وهنا بيقول له شيان اذا انت لا تزال تظهر في الثانية الاخيرة كالعادة يا هيود. وبيقول له هيود ايها السيد الكبير كو، ألم تقدر أن؟ وهنا من نظرة بيغير العجوز موضوع وبيقول له انسى الأمر ودعنا نكمل حديثنا عندما نعود. وهنا بيستغرب الجميع من ده، وهل سيتركوه يغادر بهذه السهولة؟ وهنا بيقول أحد الشيوخ إن بطلنا عديم الاحترام ومغرور، ولكن بيقولوا العجوز يود هل يمكنك أن تخرس قليلا؟ وشيان كان لطيفا ومحترما معكم للغاية، ولكنكم تنادونه بالوقح، ولو أراد ذلك لكانت هذه مشكلة كبيرة. بس بيقول العجوز ريندي ان شيان قام بمهاجمة العجوز ليه، بس بيقولوا العجوز هيود ان هو من قام بمهاجمة شيان بنية القتل، ويمكنني القول ان هو استحق ما حدث له. ولا تخبرني اكثر من ذلك، لاننا لو بحثنا عن من كان مخطئا لوجدنا انكم من اخطأتم. وعندما قام زيهانج بالهجوم لماذا لم تمنعوه؟ ودلوقتي عندما ضربه شيان تقولون ان هو من اخطأ، ولو ان شيان هو من قتل اكنتم ستقولون ذلك؟ بس بيقوله العجوز ان زيهانج من عائلة لي. بيقوله هيود وماذا لو كانوا من عائلة لي؟ وهنا بطلنا بيشعر بالملل وبيغادر المكان، وبيلحقوا العجوز هيود واويانجي مصدومة من اللي حصل، وبتقول لنفسها فقط اي نوع من الاشخاص هو، ولم يعد بامكاني فهمه بعد الان. وهنا بيتفاجئ الجميع من اللي حصل للعجوز ليه، وبيشوفه العجوز ريندي وبيقول له ان زراعته وجذوره الروحية تدمرت بالكامل، وعضلاته وعظامه قد تحولت لغبار. ونروح بقى على شيان، وبيقول له هيود ان هو كان منشغل بالعمل كثيرا، وفي البداية لم يفكر في امره، ولكن بعدها فكر في الامر، واليوم هو اللي هيتنافس فيه من اجل الفوز باحد المقاعد ال12. واعتمادا على طباعك تأكدت ان هناك شيء كبير على وشك الحدوث، وكنت مرعوب طوال الطريق، وكنت اخشى ان تفعل شيئا مجنونا في غيابي، ولكني وصلت في الوقت المناسب، وإلا لتم تدمير العشيرة بسببك في الوقت الذي أعود فيه. بس بيقولوا توقف عن الكلام، وهل كان الأمر خطير لهذه الدرجة؟ وهل تعتقد إني غبي لهذه الدرجة لأدمر عشيرتك؟ بس بيقول أتظن إني لا أعلم أي نوع من الأشخاص أنت، ولطالما كنت متهورا وخارج عن القانون، ولو استفزك شخص فأنت لا تقتله حتى تستمتع بمنظر شلال الدماء الذي يخرج منه، ويأتي شخص فتقتله، ويأتي العديد من الأشخاص فتقتلهم جميعا، وأنت تواصل في القتل حتى تشعر بالرضا، وليس لديك شيئا مثل العائلة، وأنت فقط تقتل وتستمر في القتل. وهنا بيغضب شيان وبيقول له اللعنة عليك، فقط من أين لك بهذا الفم الصرصار؟ ومن إمتى أصبحت أنا شيطان؟ وكفاك هراء مزاجي اليوم في أسوأ حالاته، وأنا لم أعد مندفعا كما كنت، كما أني تخليت عن سيفي منذ زمن بعيد. بيستغرب هيود من كلامه وبيقوله تخليت عن سيفي الشنجامي، وده يا صديقي مجرد تعبير عن حبه للدماء وقتله للعديد من الأشخاص. بس بيقول له هيود أنت مفكر إني سوف أصدق هذا؟ ولو كان فعلا هكذا لم تكن لتضرب الأشخاص من العشيرة، أو تقوم بتدمير زي هانج بهذه الطريقة.
ولو أن هذا المسن لم يأتي في الوقت المناسب فأخشى أن الجميع كانوا مصيرهم زي زي هانج. وهنا بيقول له شيان ألم تكتفي بعد وأنا أحاول مساعدتك وأنت لازلت تتنمر علي في هذا وذاك، وإذا كان الأمر هكذا إذا فلتجد شخصا آخر لمساعدتك. وهنا بيترجاه هيودو بيقول له أرجوك لا تهتم لي أيها الأب الأكبر، وليس لدي أي نوايا أخرى، ولكن ما فعلته لن يحل هذه المشكلة ويمكنك قتلهم جميعا، ولكن ماذا عني؟ وإذا كنت تريد البقاء في العشيرة مستقبلا فليس عليك قول أي شيء ويمكنك قتل من تريد، ولكن المقصد الأساسي هنا هو عليك اتباع القوانين حاليا، وبمجرد أن تنهي مساعدتك لي فأنت حر للذهاب بالتأكيد. وبطنها هينفجر من الغضب من كلامه وبيقول له اخرس بقى لقد فهمت، ومستقبلا إذا أرادوا قطع رأسي علي فقط أن أبتسم وأرحب بهم جميعا. هل أنت سعيد؟ بيقول له هيود إن هذا ليس قصده، ولكن بيقول له اغرب عن وجهي. وفي الليل بنشوف العجوز ريندي مع هيود وبيشكره على وصوله في الوقت المناسب، وبيقول له بعد تلك الكارثة الإخوة الكبار المرشحين للخلافة دخلوا للعزلة واستغرق الأمر مئات السنين، وطوال هذه السنوات كنت أحد المسؤولين عن العشيرة، ولكن الأخ الأكبر جنود يقوم بالتحالف مع العشائر الأخرى في السر، وأيضا لديه أشخاص يعملون من أجله داخل وخارج العشيرة، وأعلم أنه هو يهدف لمنصب سيد العشيرة. وأيضا أعلم أن الأخ شويد قام بخيانة عشيرتنا وقام بالتآمر مع الاتحاد الجيوهو سرا. أما بالنسبة لميود وأعلم أنه هو يتعاون مع جنيد، والأخ الأكبر لنا والمرشح للخلافة لا يزال في العزلة، ونعلم جميعا أنه هو ربما لن يتمكن من فعلها، ويمكننا القول أن جنيد وشويد يعلمان بهذا، وكلاهما قام بتعيين تلاميذ جدد وهما ينتظران الفرصة لأخذ منصب الخلافة. وهنا بيقول له هيود إن هو يقول اللي عنده من غير لف ولا دوران، وهنا بيسأله ريندي هل قمت بتعيين شيان لأخذ منصب الخلافة؟ بيقول له هيود ربما وربما لا، ولما تريد أن تعرف؟ بيقول له العجوز ريندي إن خلال منافسة العشيرة الداخلية يمكنني القول أن هو ليس شخصا عاديا، بس بيقول له هيود إن هو بيفكر في الأمر كثيرا، بس بيقول العجوز ريندي بما انك من وجده فانا اثق به، واريد فقط ان اعرف اذا كان لديه قوة للفوز بمنصب الخلافة، وهذا سؤال مهم جدا بالنسبة لي. بس بيقول له هيود اذا كان يستطيع فماذا؟ بيقول له عندها سوف اقوم بكل الترتيبات واساعد لترقيته لمنصب تلميذ الخليفة للجناح التاسع. وهنا بيقول له العجوز هيود إذا كنت تريد حقا مساعدتي والتفكير بمصلحة العشيرة فقم بتعيينه لمنصب الخلافة فورا، وكلما كان أسرع كان أفضل، وأعتقد أن اتحاد الجيو سيبدأ بالتحرك قريبا، وأيضا جنيد لن يقف مكتوف اليدين وسيحاول التقدم عليهم، وإذا أخذ شيان منصب الخلافة فعندها هجوم جنيد أو تحركات الاتحاد لن نكون خائفين منها بعد الآن. بيقول له العجوز ريندي إذا الشيان نجح في اختبار المصفوفة ستكون حركتهم بلا فائدة، بس بيقول له هيود إن هذه ليست مشكلة على الإطلاق وليس عليك الشك في قدراته. وهنا بيسأله العجوز ريندي هل فعلا شيان فشل في الأساسيات أو قام بتقوية جسمه بشكل خارق؟ بيقول له يمكنك وصف الأمر بهذه الطريقة. بيقول له ما الذي تعنيه بهذا؟ بيقول له حتى لو سألتني فأنا لا أعلم أكثر مما تعلمه، ولكنه أخبرني أني بإمكانه إعادة بناء أساسياته، لذلك عليك فقط أن تثق به. وهنا بيقول له إن حاليا علينا إعداد خطة للتعامل مع جنيد وشويد، وبنشوف شيان بيقوم بالزراعة وبعد ما بيخلص بيشوف إن السلحفاة غرقانة في النوم، وهنا بيمسك الحجر وبيقول نفسه إن هو كان بيحقق حول هذا الشيء ولكنه ليس لديه فكرة عن ماهيته، ولا أعلم حتى إذا ما كان الفتاة اللي بالداخل هي مالكة لهذا الحجر أم لا. بس يا عم انسى الأمر ولقد تعبت على أي حال، فلما لا أذهب للداخل لألقي نظرة مجددا. وهنا بيدخل على الحجر وبيقول لنفسه إن هذا الفضاء غريب حقا ولقد كنت أقوم بالزراعة لأكثر من 500 سنة ولكني لا أعلم ما هذا المكان. وهنا بيظهر شيء مرة تانية وبتسأله من تكون؟ بيقول لها شيان هل يمكنك تغيير سؤالك؟ وكل مرة آتي فيها تسأليني نفس السؤال. وهنا بتسأله كيف أتيت إلى هنا؟ بيقول لها شيان كيف أنت وصلت لهنا؟ بيقول لها إن ده هو حلمها. وهنا بيضحك شيان وبيقول لها لا تفكري إني غبي، بس بتقول له أنت هتخبرني أم لا؟ ولو ما عملتش ده فأنا هقتلك. بس بيقول لها أيتها الفتاة ألم تجربي هذا المرة الماضية بالفعل؟ وليس الأمر كأنه يمكنك فعل هذا. وهنا بيظهر وعي آخر وبتقول لها ألست في العزلة؟ بس بتقول لها إنها خرجت لتوها، وبيسألها لماذا هناك وعي آخر هنا ومن يكون؟
وهنا بيستغرب شيان وبيقول لها قصدك ايه بواحد آخر؟ وهل يمكن أن هناك آخرين غيرهم؟ وهنا بترد البنت على سؤالها وبتقول لها أنا لا أعلم، وهذا الشخص لم يخبرني أيضا، وحاولت تحطيمه من قبل، ولكن وعيه قوي جدا ولا يمكنني حتى خدشه. وهنا بتيجي من التانية على بطلنا ولكنها بتفشل في تدميره، وبيتفاجئ البنت التانية من قوته، وبيسألهم شيان عن ماهيتهم. وهنا بيقول لنفسه إن الوعي الخاص بالبنت الأولى أقوى بكثير من البنت التانية، وبالتفكير في الأمر أظن إن هما معاد تجسيدهم أيضا. وهنا بتسأل بطلنا إن كان معاد تجسيده، بيقول لها شيان وماذا لو كنت كذلك؟ وهنا بتقول لبطلنا من كنت في حياتك السابقة. وهنا شيان على وشك إخبارهم، ولكن فجأة تحصل هذا في المكان وبيترعبوا الاتنين الآخرين فبيخرجوا بسرعة. وهنا بيعرف بطلنا إن ده هو الحكم الروحي، وده صديق نفس الحكم اللي سقط على بطلنا في بداية الحكاية. وبيسأل بطل نفسه لماذا هناك حكم روحي في هذا المكان. وهنا بيقرر الخروج بسرعة من المكان لأنه لم يستعد قوته لسه، وبالفعل بيخرج من المكان وبيقول لنفسه ما كان هذا ولماذا هناك حكم مقدس في الداخل، وأيضا من كانت تلك البنتين. وهنا بيريح نفسه شوية وبيشرب مشروبه المعتاد، وبيقول إن يبدو إن المكان قد هدأ بالداخل وأنا سوف أدخل. وبالفعل بيدخل وبيلاقي هالة الحكم المقدس، وبيقول لنفسه إن الهالة لا شيء مفيد جدا ولا يمكن تضييع لمثل هذه الفرصة. وبيبدأ شيان في امتصاص الهالة، وهنا بتظهر البنتين تاني وبيتفاجئوا من قدرته على امتصاص الهالة الحكم. ونروح بقى على شويد وبيتكلموا عن شيان، وبيسأل الجميع عن هويته، وبتقوله في شو إنها سايت أويانجي بالفعل، وقالت إن هو مجرد شخص قابلته بالصدفة ولم يسبق لها معرفته من قبل. بس بيقول لها يوان إن شيان هو حبيب أويانج، بس بتقوله إنها رفضت الاعتراف بده، ولكني أظن إنها تحميه ولهذا هي لن تعترف. وبيقول يوان لا يهم العلاقة اللي بين شيان أو تلميذتك، ولكن الشيء الأهم هو ما خاض بهذا الوغد، ومن غير الممكن أن يحصل على جسم قوي من فشله في الأساسيات. بس بيقولوا العجوز ليه إن من شهر ميوت قام شخصيا بفحص جسمه وهو بالتأكيد فاشل في الأساسيات، وربما هيود وجد علاج مكانه من زيادة قوة شيان. والآن أكثر ما أخشاه هو جسمه القوي، وده سيمكنه من اجتياز اختبار المصفوفة. بس بيقول شويد لا يهم من يكون هذا الفتى، ولا يهم أيضا مدى قوة جسمه، بس أنا لن أسمح له بأخذ مقعد الخلافة ولا تهتم لشيان بعد الآن. وحاليا منافسنا الأكبر هو جونيد. وهنا بيسألوا زي هانج وأنا أتساءل ما الذي يفكر فيه الاتحاد. بيقولوا إن الاتحاد يريد منا الانتظار لفترة أطول. وهنا بيظهر شاب أيوة صديقي ده هو تشونج تيان يينج قائد الاتحاد التاسع، وبيقول له شويد تشونج متى خرجت؟ بيقول له إن هو خرج لتوه من العزلة. وبيسأله شويد عن زراعته، بيقول له إن زراعته في المستوى العالمي الصغير ولديه جذور متعددة الألوان بالإضافة لوصوله للشكل الحقيقي متعدد الألوان. وبيقول له شويد إن هو شاب موهوب وبالتأكيد هيجعله يأخذ منصب الخلافة. وهنا تشونج بيشكر معلمه، وهنا بتظهر المعلمة في شوي وبتقول إن أويانج دي دائما بتفكر فيه وظلت تسأل عنه، ولو لم تمنحها لكانت قد دخلت إليك في العزلة. بيقول لها تشونج وكيف حالها؟ بتقول إنها كويسة وتفتقدك كثيرا. بيقول لها إن هو سمع إنها طورت مهاراتها. بتقول له أكيد، وفي المستقبل إن كنتم حبيبين بالتأكيد ستكونان ثنائي مثالي. ونروح بقى على شيان وبنشوف أويانج فيو عند شيان، وبتقول إنها سمعت إن هو أخذ المقعد الرئيسي الأول وأنا سعيدة جدا من أجلك. وفجأة بيظهر ضوء في السماء وبيتجه لعند شيان، وهنا بيظهر شاب مع سيف ضخم واسمه لي وانج، وده أحد تلاميذ الجناح التاسع، وكمان لديه جذور روحية متعددة الألوان، وأيضا لديه الشكل الحقيقي من الطبقة السادسة. وبيقول لبطلنا هو أنت هو الشاب شيان؟ بس بطلنا لم يرد عليه. وهنا بيظهر يوان وبيسأل ليوانج عن سبب قدومه ولكنه لم يرد عليه. وهنا ليوانج بيتحدى بطلنا وهيكون في انتظاره غدا، وبيقول له ربما عندها سأعفو عن حياتك إذا أتيت، ولكن إذا لم تظهر فعندها لن أتركك تغادر العشيرة حي، وأعلم أن هيود يكون بحمايتك، ولكن هذا فقط ينطبق عندما تكون داخل العشيرة إلا إذا رغبت في البقاء هنا للأبد. وهنا بياخد سيفه وبيغادر. وهنا بتقوله فيو إن هو لازم يكون حذر غدا، وليه وجه قوي جدا فهو لديه جذور متعددة الألوان. وهنا بيسأل فيكو إن كان لديه كتب عن ده، بيسألوه عن ماذا،
بيقول له عن الأطفال، قصدي يا عم عن الجذور متعددة الألوان. بس بتقول له فيو ماذا تريد أن تعرف؟ فأنا لدي جزء متعدد الألوان. وهنا بتقرب منه وبتقول له نجد مكان هادئ وأنا سأخبرك بكل شيء، ما رأيك؟ بيقول لها أكيد. وهنا بيقول له فيكو هل يمكنني الذهاب معك؟ بس بتقول له فيو أيها الفأر الصغير ما الذي تريده؟ وهل تعتقد إني سآكل سيدك أو شيء كهذا؟ وبيقول له شيان لا بأس خليك هنا. وقبل ما يغادر بيقول له فيكو سيدي الشاب عليك أن تكون حسنا لأقصى درجة. بيستغرب شيان من كلامه وبيقول له لماذا؟ بيقول له فيكو ليس الأمر وكأنني لا أثق بك، والأمر فقط إن الأخت أويونج فيو هي لديها العديد من النوايا والأهداف الخفية، ولقد تآمرت ضد سيدي العديد من المرات ولا يجب أن تقع في فخها. وهنا بيقول شيان هكذا إذن، وبيقول لنفسه حتى هيودا الذي هو فاطن للغاية قد وقع في مخططاتها من قبل، وأظن أنه علي أن أكون حذرا أكثر قليلا. وبينطلقوا على مكان هادي وبتقدم له مشروب وشوية فواكه. وهنا أويانج فيو بتستعمل قوتها لإغراء بطلنا والسيطرة عليه، ولكنه بيخبرها بالتوقف وقومي بخفض الدرع الخاص بك. وهنا بتتفاجئ أويانج فيو وبتقول له قصدك إيه؟ بس بيقول لها إن الوقت اتأخر وعلى وشك المغادرة، وبتقول لنفسها لم يكن من السهل علي خداعه، وعلي أن أختبر قوته الحقيقية واكتشف هويته، ولا يمكنني أن أدعه يغادر هكذا. وهنا بتستخدم قوتها وبتحاول السيطرة عليه، ولكنها لم تقدر على فعل ذلك، وبيقول لها بالتوقف عن استخدام سحر الإغراء. وهنا بتقول لنفسها إن التعويذة الإغراء من أقوى التعاويذ، ولم يسبق لها أنها فشلت أبدا. وحتى العجوز يودا الذي قام بالزراعة لأكثر من 700 سنة لم يستطع مقاومتها. ولكن لماذا لم تعمل على هذا الشخص؟ ومن يكون؟ وهنا بيسألها شيان وما الذي تريدين استخراجه مني باستعمالك لتعويذة الإغراء علي؟ بتقوله إنها تريد معرفة ماهيته، بس بيقولها لماذا هويتي مهمة جدا لك. بتقوله إن ذلك العجوز أخبر إن هو وجد المرشح الأفضل للفوز بمنصب الخلافة ويريد مني أن أدعمه، وهذا الشخص هو أنت. وعندها بدأت بالتحقيق عنه ولكنها لم تجد أي شيء، كما لو أنك شخص غير موجود في هذا العالم. وكان عندها الشك إن هو تم إعادة بعثه، ولكن بعدها شعرت أنك لست كذلك. بيقول لها لماذا؟ بتقول إنها رأت من قبل شخص تم بعثه وكانوا دائما لديهم هالة خاصة بهم، ولكن أنت ليس لديك أي هالة، وبعدها حاولت معرفة هويتك منك. بيقول لها إذا فلتواصل البحث، وبيغادر المكان. وفجأة بتشعر بشيء غريب وبتقول لنفسها ما الذي يحدث، وأشعر بالدوار. وفي اليوم التاني بنشوف لي وانج في انتظار بطلنا من أجل النزال، وبنشوف إن جميع الشيوخ والمقاتلين موجودين لمشاهدة القتال، ولكن بطلنا لم يحضر. وبتقول المعلمة في شوي إن الفاشل هيفضل فاشل دائما ولا يهم مدى قوة جسمه الخارقة، ولكنه هيفضل مجرد فاشل، ويمكن يقدر يتنمر على موزي باي والبقية، ولكن قدام عبقري زي لي وانج فهو لا يملك الجراءة حتى على الظهور، وإن هو مجرد جبان. وهنا بيقول تشينج إن هو سمع إن هو يملك جسم قوي جدا، وهو قدر يقاتل موزي باي وتدمير زي هانج، وأنا اعتقدت إنها شاهد عرضا مثيرا. بس بتقول إن هو لا شيء حقا، ولماذا لا تأتي إلى ساحتي الآن؟ وهي بتعمل كده صديقي اللي جعل أويانج هي زوجة له من أجل مصلحتها الخاصة والمنافع اللي هتاخدها منه. وبيقول لها لما لا، وهذا جيد أيضا. وبنشوف لي وانج غاضب بشدة وبيقول بكل غضب كوت شينج أنا خبرتك من قبل، ولا تتوقع مني أن تغادر العشيرة حي إذا هربت من هذا النزال، ولا تتوقع أنه لمجرد أن هيود يحميك فأنا لن أفعل أي شيء لك، وأنا أخبرك بهذا الآن وسوف تندم على ذلك، فقط انتظر. ونروح بقى على أويانج فيو وبنشوف أويانج فيو بتقول لنفسها ما الذي يحدث. وفي البداية كنت تريد اختبار شيان، وليس أنها لم تعمل التعويذة عليه فقط بل فقدت أيضا وعي، ولماذا لم أقدر على السيطرة عليه، ولكنه هو من قام بالسيطرة علي بدلا من ذلك. ونروح بقى على أويانج إي وبتقول لها المعلمة لماذا تقومين بتجاهل تشونج تيان لينج، ولم يكن من السهل دعوته، ولكنها لم تهتم لكلامها. وهنا بتظهر عمتها فيو وبتجري ناحيتها وبتستغرب فيو من تصرفات أويانج، وبتقول المعلمة فوشيو انت عملت ايه في بنت اخي ولماذا هي تبكي. وهنا بتقول لها أويانج ان المعلمة في شوي تستمر في احضار تشونج الى هنا وانه مزعج جدا. وهنا بتغضب في يوم من فيوشوي وبتقول لها من امتى اصبحت تعملي معهم، بس بتقول لها انها بتعمل كده لمصلحة أويانج يي،
وتشونج تيان لينج موهوب جدا، وزراعته وصلت للمستوى التاسع من الشكل الحقيقي، وأنا أقوم بجمعهم معا من حسن النية، ولم أتوقع أنها لسه صغيرة لهذا الحد، وأنا أفعل هذا فقط لمصلحتها. بس بتقول لها أويانج يي معلمتي، أنا عارف إنك بتعملي كده لمصلحتي، ولكني لا أملك أي مشاعر اتجاهه، ولماذا تجبريني؟ بتقول لها المعلمة بكل غضب، لا تملكين أي مشاعر؟ أنت لا تملكين أي مشاعر تجاهه، وهل يمكن أنك تملكين مشاعر تجاه ذلك الفاشل؟ وبتقول لعمتها إنها أتيت في الوقت المناسب، ويانجي وعدت إنها سوف تقطع أي علاقة مع ذلك الفتى الشيان، ولكنها دائما تفكر فيه، وبتروح لعند هيود لرؤيته. وهنا عمتها بتسأل أويانج وهل هذا صحيح؟ بتقول لها إن ده غير صحيح، وأنا لا أملك أي أهداف خفية حول هذا، وأنت عرفتي إن كود شينج ليس السيد شيان، وهو قام بمساعدتي فقط، ثم استفز عائلة لي بعدها، وأنا فقط كنت قلق على سلامته. بس بتقول المعلمة إنها لسه تخترق الأعذار حتى الآن، ويبدو إن الفشل كوتشنج قام بالسيطرة عليها. بس بتقول لها فيو توقفي، ودعينا نتوقف عن الكلام عن كوتشنج الآن، ولكن رغم ذلك فأنت غير مسموح لك بإجبار أويانجي على أي شيء هي لا تريده، ولكنها تخبرها بكل برود. أنا قلت بالفعل أنا أفعل ذلك لمصلحتها، ولكن بتقول لا توقفي هنا، ولا تعتقدي إني لا أعلم ما تفكرين به، وكل اللي بتعمليه من أجل شؤونك الخاصة، ولكن لا تقحمي أويانج في هذا. وهنا بتقول لنفسها إن فوشو وتشونج كلاهما تابعين للشيخ شويد، وهو المرشح لمنصب الخلافة من طرف شويد، وفي شو تريد فقط أن تجمعهم معا، ولأنه إذا أصبحت شونج سيد العشيرة في المستقبل، عندها أويانجي ستكون زوجة السيد، وبما أنها معلمتها فإن مكانتها ستعلو أكتر، وعندها سيكون من السهل عليها أن تكون واحدة من الشيوخ العشيرة. بس بتقول لها المعلمة ما الذي تعنيه بهذا؟ وأنا معلمتها، أتعتقد إني سوف أؤذيها؟ بس بتقول لها أنت عارفة كويس ما أعنيه، وبما أنك معلمة أويانجي سوف أقدم لك نصيحة، ولا تفكري في منصب الخلافة كثيرا، وذلك الفتى كوتشينج ليس شخصا عاديا، وبتحذرها من عدم استفزازه، ولكنها بتسخر منها وبتقول لها ليس شخصا يمكنني استفزازه، أليس هو مجرد شخص فاشل في الأساسيات؟ بتقول لها فيو فاشل في الأساسيات؟ أتعتقدين حقا أنه لو كان فاشل يمكنه كسر دفاع لي تشينج أو تدمير زي هانج بضربة واحدة بس؟ ولكن بتقول لها يعني لو هزم موزي باي أو دمر زي هانج، وهو لما وقف ضده عبقري زي لي وانج ألم يكن خائفا لدرجة أنه لم يظهر نفسه حتى؟ وهيفضل فاشل دائما، وهو فقط بإمكانه التنمر على تلاميذ زي موزي باي. وهنا بتقول لها يا لك من غبية، وبعد كده بتغادر هي وأويانجي، ولكن بتقول لها المعلمة توقفي حالا، ولا تعتقدي عشان صراعاتك عالية فأنت شخص مميز، ولا تنسي إن أبي هو منقذ عائلتك. بتقول لها فيو وعشان كده سمحت لك أن تصبحي معلمة أويانجي، وده نفس السبب اللي خلاني لم أفعل شيئا لفاشلة زيك. وهنا بتغضب في شو بتهددها بإخبار والدها، ولكن بتقول لها أنها لو استمرت بالتدخل في شؤون الخلافة وعندها شك إن والدك هيظل حي بعدها، وبتحذر المرة التانية من شيان وإن هو ليس شخصا عاديا، وبعد كده بيغادروا المكان. وهنا بتشعر أويانجي بالظلم اتجاه معلمتها، ولكن بتقول لها ليس عليك أن تفكري بشأن معلمتك، ولكن هناك شيء آخر عليك معرفته أيضا، ومن اليوم لا تذهبي لرؤية شيان، وخليكي بعيدة عنه قدر المستطاع. بتستغرب يانج من كلامها، وبتقول لها ماذا حدث ولماذا قلت ان هو ليس شخصا عاديا. بتقول لها انها لا تعرف عنه شيء، ولكن هناك شيء واحد متأكدة منه وهو ان وجوده مرعب. بتسألها يانج كيف علمت ذلك، بس بتقول لها حول هذا لا تسأليني كثيرا، فقط لا تقوم باستفزازه. وفي الليل بنشوف العجوز ريندي في انتظار قدوم هيود، وهنا بيظهر هيود وبيخبروا العجوز ريندي انه جينيد وشويد غادروا بسرعة، بس بيقول له هيود ان هو على علم بده، وان السيد هونج قد خرج من العزلة، وعشان كده الاتنين ذهب اليه بسرعة. وبنعرف ان هونج ده هو الشيخ الاكثر احتراما في المنطقة، وبيقول له هيود ان هو سوف يذهب للقائه شخصيا غدا، وسأترك اختبار شيان على مسؤوليتك. بيقول له ريندي ذلك الفتى هل هو قوي حقا كفاية؟ بيقول له يود ليس عليك القلق حول هذا، وهذا الاختبار سهل جدا بالنسبة له. بيقول له ريندي انت خايف من ايه؟ بيقول له انه خايف انه لن يستطيع كتم غضبه، واذا ده حصل عندها يقتل الجميع، وهتكون دي مشكلة كبيرة.
بس بيقوله إن كل شيء يمشي بسلاسة، ولماذا سيكون بقتل الناس فجأة؟ بس بيقوله إن مزاج شيان ليس جيدا أبدا، وربما يبدو شخصا لطيفا وغير ضار، ولكن شخصيته متقلبة بشكل كبير، وأي شخص يجرؤ على إظهار نية قتل ضده فهو بالتأكيد لن يظهر الرحمة له، وأكثر ما أخافه هو عندما ينفجر مزاجه فهو لن يقدر على التحكم في نفسه. ولهذا السبب أي شخص يجرؤ على إظهار أي نية قتل ضده عليك أن توقفه بسرعة. وأنت أيضا يا فيكوي، ولو دخل في نوبة القتل وبدأ في قتل الجميع ساعتها هتكون مشكلة كبيرة. وفي اليوم التاني بنشوف فيكوي في انتظار شيان، وكمان بتظهر فيو بتكون في انتظار بطلنا، وهنا بيظهر بطلنا وبيسأل السيدة عن سبب قدومها له، وهنا بتصبح عليه وبتخبره إنها هنا لتشجيعه، وبيقول لي فيكوي ألم يخبرنا هيدو إن هو هيرجع النهاردة؟ بس بيقولوا إن السيد عاد بالفعل، ولكنه لم يرد إزعاجك، وبعد كده غادر بعدها بسرعة. بس السيد أخبرني أن أخبرك بهذه الكلمات، والسيد قال فلتحفظ كرامتي يا شيان، وحاول ألا تغضب كثيرا اليوم. وهنا بيغضب شيان من هذا الكلام، وبيخبره ما هذا، وأنا بخير، ولماذا سأغضب فجأة؟ ولكن انسى الأمر ودعنا نذهب. وبينطلقوا على الاختبار، وبيوصل بطلنا على المكان، والمشاكل مش سايبة بطلنا، وهنا بتظهر المشاكل وبيظهر ضوء في السماء ومتجه على بطلنا. أيوة يا صديقي، هو ده لي وانج. ومن هنا بقى يا صديقي هتبدأ الإثارة. وبيقول لي شيان أنت عندك الجراءة على إظهار نفسك، وقلت لك قبل كده إنك هتندم إذا لم تقبل النزال. وهنا بيحاول العجوز ريندي إن هو يوقف لي وانج، ولكن بلا فائدة. وبيقول له شيان مضت فترة طويلة ولم أسمع زي مثل هذه الكلمات تقال لي، وإذا ماذا؟ وأنت هتكون بحركتك هنا؟ بيقول له أنت مفكر إني لا أجرؤ؟ ولكن شيان لم يهتم له، وبيقول إن هو لديه أمور أخرى أهم وعلى وشك المغادرة، ولكنه بيوقفه وبيقول له لم أسمح لك بالمغادرة. وهنا شيان بيغضب وبضربة واحدة بيخلص على لي وانج، وبيتفاجئ الجميع من اللي حصل، وفي كوي مرعوب. وهنا يوان بيغضب وبيأمر الجميع بالقضاء على شيان، وبيقول شخص العجوز هندي إن شيان قام بهجوم مخادع ولا يمكن ترك هذا الأمر يمر. ولكن العجوز هندي مرعوب من اللي شافه وبيحاول يوقف حدوث المعركة، وبيقول له استنى على ما ينتهي من اختباره وساعتها هنتكلم بعدها. وفجأة بينهض لي وانج وبيقول له هل اعتقدت حقا أنه يمكنك هزيمتي بسهولة وأنا سوف أقتلك؟ وهنا العجوز هندي بيقول له تراجع حالا، بس بيقول له لي وانج إن هو من هاجم الأول، ولماذا إذا توقفني؟ بس بيقول له شيان الشيخ ريندي ليس عليك إيقافه، ودعني أرى ما لديه. وهنا العجوز بيفتكر كلمات هيود، وبيقول لي شيان عليك الأول النجاح في الاختبار. بس بيقول له شيان ألم تخبر إنه عليه المقاتلة ضد واحد من تلاميذ الخلافة للجناح التاسع لمجرد النجاح في الاختبار؟ ممتاز، إذن هو هيكون بفعلها. بس بيقول له يجب اتباع القواعد، وعليك النجاح في الاختبار الأول، وبعد كده هتقاتل أحد تلاميذ الجناح التاسع. بس شيان كان مصر على كلامه، وهنا بتقوله في شوية له من مغرور، وبتقول للشيخ ريندي إن شيان موافق على ده، وأنا كمان عايز أشوف إذا لم يكن بهجوم مفاجئ فكيف يقدر على تدمير درع لي وانج عديد الألوان المضاعف. وكمان يوان بيأيد كلامها، وهنا بقى هتبدأ اللعبة، وبيهجم لي وانج بهجوم مدمر، ولكن شيان بيصدها بكل سهولة، وبيتفاجئ لي وانج من قوة شيان، وبيهجم عليه تاني وبيهجم عليه شيان، وبيوقف هجوم لي وانج بكل سهولة. لا وكمان بيهجم عليه وبيدمر درعه. وهنا الجميع في صدمة من اللي حصل، وبيتصدم لي وانج من تدمير درعه، وبيقول له شيان ما الذي تنتظره واستمر. وهنا لي وانج بيقول لنفسه استمر؟ كيف يمكن الاستمرار في هذه الحالة؟ وبيقول له شيان ما الخطب ولماذا توقفت؟ وألم تكن بإرسال رسالة تحدي ليه؟ وماذا الآن؟ وهل أنت خائف؟ وهنا بيترعب في كوي وريندي، وبيقوله العجوز ريندي إن لي وانج ليس ندا لك ولقد انتهى القتال. بيقول له شيان انتهى تمام، ولكن ليس لدي العادة أن يتم استفزازي ولا أحصل على انتقامي، وهذا النوع من الأمور لا يمكن احتماله. وبيقوله العجوز ريندي أرجوك اغفر له هذه المرة. بس بيقوله شيان أغفر له، ولكني ليس لدي شيء مثل العطف أو المغفرة. وبيقول لي وانج أيها الشقي لقد أعطيتك فرصة،
وبما انك لم تكن بحركتك اذا الان جه دوري. وبيهجم عليه بسرعة كبيرة وبيمسك رقبته وبيرزعه على الارض لدرجة ان الارض تم تدميرها، ثم يقوم برفعه وبيهجم عليه بضربة مميتة وبيحدفه بعيد، وهكذا ينتهي القتال. وبيروح شخص ليفحص لي وانج وبيقول ان جميع خطوط الروحية تم قطعها، وكمان قوته وزراعته قد اختفوا بالكامل. وكوتشينج ازاي تجرؤ على اذيته بهذه الشدة؟ يا له من متوحش، وقالت انها تحصل على انتقامها اليوم مهما كلف الامر. بس بيقول لهم العجوز هندي فليتراجع الجميع، ولقد حاولت بشدة ايقاف القتال ولكنكم يا رفاق لم تستمعوا لي. وإلى لما انتهى به الأمر هكذا، ويمكن القول أنه نال ما يستحقه. وأنتم أيضا يا رفاق كنتم تقولون أنه قام بمهاجمته فجأة، فقد متى فعل ذلك. ولو أنكم استمعتم لي من البداية لم يكن لي وانج ليعاني هكذا. وهنا يانج فيوب تمسك في شو من السخرية والتنمر، وبتقول لها لو كنت أتذكر جيدا أنك قلت إن شيئا لم يظهر نفسه لأنه خائف، والآن افتح عيني الكلب خاصتك وانظري هل كان حقا خائفا من لي وانج. والمعلمة في قوة الفكر من الغضب من كلامها، وهنا بيقول لهم في قوة إن شيان هزم لي وانج، وهذا يثبت إن هو قوي كفاية ليتقدم، وهل لا يزال عليه النجاح في هذا الاختبار الشكلي. ولكنهم مع ذلك بيعترضوا، وإن هو بهزيمته للي وانج أثبت إن هو لديه جسم قوي بشكل لا يصدق ولازم يدخل الاختبار. وهنا بيقول لهم شيان إن هو مجرد اختبار صحيح، واليوم أنا سوف أحترم كرامة هيود وأتبع إجراءاتكم بشكل صحيح. ولكن دعوني أخبركم بهذا أولا، بمجرد النجاح في الاختبار إذا تجرأ شخص مع الاعتراض أو الثرثرة بالهراء، عندها لن أكون مهذبا أمامكم أبدا. وهنا بيغضب يوان وبيقول له أيها الوقح إزاي تجرؤ على تقليل من احترامنا، وبتقول له في شوية لك من مغرور وما الذي هتعمله لو أصبحت غير مهذب. بس بيقول لها هتشوفي وعندها هتندمي على كونك كذلك، ويلا خلينا نبدأ الاختبار. وبيقولوا العجوز ريندي إن الاختبار بيتكون من 9 مراحل، ومنها القدرات والمعرفة والعزيمة والطاقة الروحية. والمرحلة الأولى هي استيعاب الطاقة، وكل ما عليك فعله هو امتصاص الطاقة الروحية لضوء الشمس في خلال ساعة واحدة بس. ولكن بطلنا بيظل واقف من غير فعل أي شيء. وهنا بيسأله عجوز هندي لماذا لم تقم بامتصاصها بعد، بيقوله ان هو هيعمل كده بس لما تظهر الطاقة الكاملة لضوء الشمس. بس بيقوله بس انت عندك ساعة واحدة بس بيقوله انها مجرد طاقة ولو عايز تمتصها فده هياخد مني جزء من الثانية فقط. وهنا بيقوله ميود انت مغرور جدا، وحتى انا الذي قمت بالزراعة لأكثر من 800 سنة لا استطيع امتصاصها في لحظة، وانت عندك بس جسم قوي وليس لديك اي جسر روحي. بس بيقوله فقط لأنك لا يمكنك فعلها فهذا لا يعني أنه لا يمكنني، وبعد ما زرعت ل 800 سنة ده الشيء الوحيد اللي أنت جيد فيه، ويمكن القول إن زراعتك لمدة 800 سنة كانت بلا فائدة. وهنا بيغضب ميود من كلامه وبيقول للعجوز ريندي إنه لازم يلقنه درس، وبيقول له شيان لا يهم إن كان لديك جذر روحي أو أساسيات، بس بتفكيرك ده أنت دمرت مستقبل الكثيرين بسبب مجرد جذر روحي، وأنت حقا غبي. وعدم امتلاك أي جذر روحي لا يعني أنه لا يمكنك امتصاص الطاقة، وبالفعل بطلنا بيمتص الطاقة في لمح البصر، وبيتفاجئ الجميع من ده وميوت في صدمة من ده. ونروح بقى على المرحلة التالية، وهنا بيعطوه حجر ليشمل سلحفاة الكريستالية، والمطلوب هو ان هو يكون مساق لها في خلال ساعة واحدة بس. وهنا بيقول في قوة ان الحجر صلب جدا وصعب التعامل معاه، وعلى الرغم ان في العديد من الشيوخ بيمكنهم ذلك الا ان ده بياخد منهم ساعات لفعلها، ومن المستحيل صقلها في ساعة واحدة فقط. بس لا شيء مستحيل على بطلنا وبيحول الكريستالة لغبار. ونروح بقى على المرحلة التالية، وهي المعرفة من أجل قياس فهم بطلنا، وقدامه ساعة واحدة لفهم التقنيات. بس بيقوله لا حاجة للانتظار ساعة واختبرني الآن. بيقوله العجوز هل أنت متأكد من ده؟ بيقوله إنها مجرد 10 تقنيات سماوية أساسية ولا حاجة للتفكير في الأمر، ويمكنني فقط إلقاء نظرة خاطفة عليهم وأصل فيهم إلى المستوى العالمي السماوي النهائي. بس بتقوله في شيء بكل سخرية مجرد نظرة خاطفة، كيف تصل للمستوى العالمي النهائي فيهم؟ بس لو ما قدرتش تعمل ده فعندها تعتبر فشلت في الاختبار، وهل تجرؤ على ذلك؟ وبيقول له ميود أيها الغبي أنت لا تتوقف عن الغرور حقا،
بس دعني أسألك، إذا لم تقدر على فعلها سوف تحتسب إنك فشلت في الاختبار، وهل أنت موافق؟ بيقول له شيان ولما لا أجرؤ. وهنا في شو بتقول العجوز ريندي أنت سامع هو قال إيه؟ ولو ما قدرش على الوصول إلى المستوى العالمي السماوي النهائي فعندها هيعتبر إن هو فشل في الاختبار. وهنا بيقول لشيان أنت متأكد من ده؟ بيقول له أنا متأكد. بيقول له العجوز بس هيكون في 10 فنون سماوية مختلفة، وهل أنت متأكد أن يمكنك إتقانهم كلهم؟ بس بيقول له شيان أنا متأكد من ده، بس رغم ذلك وهنا بيقول له الشيوخ بكل غضب أنت تريد الرجوع في كلامك ولا إيه؟ بس لو تراجعت عن كلامك عندها سوف يعتبر أنك فشلت في الاختبار. وهنا بيسخر شيان على كلامهم، وبتقول له في شوي لماذا تضحك؟ والجميع هنا سمع ما قلت، والآن تريد التراجع عن كلماتك؟ بس بيقول لها شيان أنا بسخر منكم لأنكم مجموعة من الأغبياء يا رفاق، وأنتم مجموعة من الفشلة بزراعتكم الفاشلة وقوتكم المحدودة. بس اسمعوا كويس لما سأقوله. ولما قلت إن هو يمكنني فعل ذلك بمجرد نظرة خاطفة أنا لم أكن أمزح، ويمكننا حتى أن نمارسها هنا أمامكم. وهنا الجميع بيتصدم من كلامه، وبيقول له ميوت بكل سخرية أنت مجنون، وأنا لن أدعك تغادر إن لم تستطيع فعلها. بس بيقول له شيان طب لو عرفت أفعلها؟ بيقول له عندها سوف أركع لك وأطلب المغفرة منك. بيقول له شيان ما هذه السخافة ولا يهمني ذلك. بيقول له ميود إذا ماذا تريد؟ بيقول له شيان لو قدرت تعملها عندها تكون حياتك ملكا لي. وهنا بيترعب ميود من كلامه، وبيقول له شيان ما خطبك وهل أنت خائف الآن؟ بس بيقول له ميود تمام وأنا موافق، ولكن على ماذا سأحصل إذا فشلت أنت؟ بيقول له عندها يمكنك أخذ حياتي ببساطة، ولكن بيقول له إن حياة تلميذ مغرور زيك لا تهمني في شيء. وهنا شيان بيخرج أجزاء كريستالية للسماء الأرجوانية، وبيقول له لو فشلت في ذلك فعندها تكون هذه الأجزاء ملكا لك. وهنا ميوت بتلمع عينيه وبيقول له تمام وأنا أعدك بذلك. وهنا بيقول لنفسه إن من المستحيل على كود شينج إتقان الفنون السماوية العشرة في نظرة واحدة بس، وده معناه إنه من الصعب جدا الوصول فيهم للمستوى العالمي النهائي. وبيقول له شيان كويس إنك وافقت، إذا هات ورقة وقلم وقم بالتوقيع عليها. وبيروح في كويل عنده لأخذ توقيعه. وهنا بيؤمر ميود الخدم بخلط التقنيات السماوية عشوائيا. وهنا بيقول في كويل إن أغلب هذه التقنيات لم يسمع بها من قبل، وتم إنشائها في عشرتنا من آلاف السنين، ولكن لا تلميذ سمع بهم أو تعلمهم من قبل، وده لأن تعلمها صعب جدا، وهذه التقنيات لا فائدة منها، وتم إنشائها خصيصا لتكون صعبة جدا على الضعفاء. وبنشوف على ميود الثقة وبالفعل بيوقع. وهنا شيان بيسأل الجميع إن كان يريد أحدهم الانضمام أيضا، ومن هنا بدأ ينضم الكثير من الأشخاص، وأيضا في شوي ويوان بينضموا لو كان بيتنافسوا على التوقيع. بس بيقول لهم لا داعي للعجلة والجميع هيحصل على فرصة، وإنها مجرد أجزاء كريستالية السماء الأرجوانية، وأنا لدي الكثير منها، ولا يعلم صديقي إن نجاحهم في الحصول على هذه الأجزاء قد يتسبب في إنهاء حياتهم. وبالفعل بينضم الكثير والكثير. وهنا بيقولوا في قوي إن هو بحاجة لوسيط لضمان عدم رجوعهم في كلامهم، بس بيقولوا لا حاجة لذلك وأنا هو الوسيط. بس بيقولوا إن في أكتر من 100 شخص وقعوا على الورقة، ولديهم جميعا الكثير من العشائر والعائلات تدعمهم. بس بيقولوا إن هم مجرد 100 شخص، وحتى لو كان هناك عائلات أو عشائر تدعمهم فهذا لا يختلف عن صيد الخنازير أو قتل الكلاب. وهنا في كوي بيتوقع حدوث مجزرة هنا. وهنا بيفكر بطلنا إن هيود أخبره أن يحترم كرامته، بس بيقول لشيان إن هو أظهر الاحترام لهم بالفعل لما جعلهم يوقعوا على الورقة، وإلا لكنت قتلتهم جميعا دون أن يدرك أحدا بالأمر. ونكمل بقى الاختبار، وبيبدأ بطلنا في قراءة التقنيات بسرعة رهيبة. وهنا بيقول ميود إن هو لو استمر على هذه السرعة فلن يتذكر أي كلمة، ما بالك بقى إن هو بيقول إن هو هيوصل للمستوى النهائي من التقنيات جميعا أيضا. وبيقول لشيان إن هذه الكتب هي دوامة الكهف الرياح، والتي كتبت من قبل مؤسسي العشيرة، ولا أحد استطاع إتقان هذه التقنيات، وبعد مئات السنوات من المعرفة حتى أنا لم أستطع فهمها ولو قليلا. بيقول له شيان إن هو شخص غبي جدا، وحتى لو أعطتك السماء آلاف السنين فلن تفهمها أبدا، ولو كنت مكانك لكنت خجلت من قول ذلك. وهنا بيغضب ميود وبيقول له أيها الفاشل ما الذي تقوله؟ وبما أنك أغلقت الكتاب لتوك هذا يعني أنك فهمتها بالكامل. وهنا بيقول له شيان فلتنظر جيدا لهذا،
وهنا بيخرج 81 صاعقة من دوامة الكهف الرياح، والجميع في صدمة من ده، وبيقول ميود مستحيل، هذا مستحيل، وأكيد قام بدراستها من قبل. وبيقول له شيان إن غبي زيك إزاي هيقدر على فهم الألغاز الكامنة وراء هذه التقنية، ولا تعرف إلا كلمتين وهي الجذر الروحي. وبيخش على التقنية التالية وفي ثواني بيفهمها وبيظهرها أمام الجميع. وبيقول شيئا إن في الكثير من التقنيات والألغاز في هذا العالم، وإذا لم تفهمها فإنك مجرد غبي، ودائما كنت أحمق وغبي، وتوقف عن التفكير وراقب هذا جيدا. وهنا بيظهر التقنية ورا التانية بمستواهم النهائي، والجميع في صدمة من اللي بيحصل، لدرجة السؤال أي نوع من الوحوش هو، وحتى ميودا عاجز عن تصديق هذا. وهنا شيان بيقول لهم هل ده كافي؟ إذا لم يكن كافي عندها سأقدم لكم العرض الأخير. وهنا بيستعمل تعويذات الداو، وبيظهر 1000 من تعويذات الداو الروحية، والشيوخ عاجزين عن الكلام. وبينجح بطلنا في المرحلة ورا التانية لغاية وصوله للمرحلة النهائية، والمطلوب هو استعمال القوة الداخلية. وهنا بطلنا بيدمر الحلبة بركلة واحدة بس، وبكده بطلنا عدى من الاختبار، ويخش بقى على وقت الحساب. وبيبدأ بطلنا بسم الله، وبيبدأ بتلميذ الخلافة للجناح التاسع وهو جيان جيان. وهنا بيخلص عليه بالبارك الأرجواني، بيبدأ بيخلص على واحد ورا التاني. طبعا ده صديقي من حقه لأنهم فكروا في تحدي بطلنا. وبعد كده بيجي على تيان لينج، وهنا بيحاول يصدها بس بلا فايدة. Oh shit. Here we go again. وهنا بيسأل شيان الشيوخ وهل اجتزتوا الاختبار الآن؟ ولكن جميع الشيوخ عاجزين عن الكلام. وهنا بتخش أويانج فيو على فيشوي من التنمر والسخرية، وبتقول لها ألم تقولي إن تيان لينج زي التنين أمام الجميع، وإن شيان ليس ندا له؟ إذا هذا هو التنين اللي بتتكلمي عنه، ده هو حتى لم يصمد أمام ضربة واحدة منه. وألم تقولي إن هو مجرد فاشل؟ وهل تجرؤين الآن على قول ذلك؟ هل تجرؤين؟ هيا تحدثي، وما الذي تنظرين إليه؟ وفلتنتظري موتك إذن، ولا تنسي أنك وقعت باسمك على تلك الورقة، وإذا استطاع إتقان ال10 فنون سماوية فهو هيخلص عليكي. بتقول لها بكل غضب هو لن يجرؤ على ذلك. بتقول لها أنا لا أعلم لماذا جعلكم يا رفاق توقعوا على هذه الورقة، ولكن هناك شيء واحد أنا متأكدة منه، هو إن لا أحد سيقدر على الهروب إذا أراد قتلكم جميعا. وهنا بيسألوا ميشيل للمرة التانية وهل نجحت في الاختبار؟ ولكن جميع الشيوخ مرعوبين. تقوم عمتنا فيو تعمل ايه؟ تقول له انا اعترض. بتفسر ده ان هو كائن غريب وغير طبيعي، واكيد انه شيطان شرير. وهنا جميع المقاتلين بيقتنعوا بكلامها وايضا بيعترضوا عليه. وهنا بيقول لهم شيان ان هيود ترجحوا كثيرا من المرات على اتباع قوانينكم واحترامها، وقد فعلت ذلك، وايضا احترمت العشيرة وكرامة هيود، وأيضا منحتكم الكثير من الفرص من أجل هيود والعشيرة، ولكنكم يا رفاق تماديتوا للغاية، وأنا الآن سئمت من كوني مهذبا طوال الوقت. وهنا بتسخر من كلامه وبتقول يا لها من مسحة، وماذا لو كنت غير مهذب؟ وأتظن أننا سنكون خائفين من شيطان زيك؟ بيقول لها أنا أفتكر أنك سألتني من قبل ماذا سيحدث عندما أكون غير مهذب. حسنا إذن أنا سوف أخبرك. وهنا بيظهر ثقب في السماء وبيهجم عليها وبيشل حركتها، وبيروح لعندها وبيمسح بكرامتها الأرض. وهنا الجميع بيحاولوا يتخلصوا من بطلنا، ولكن بطلنا بيصنع مجال حواليهم وبيقتل شخص ورا التاني وبيخلص عليهم جميعا. وهنا بيظهر شخصين وبيهجموا على شيان، ولكن بيخلص عليهم في لمح البصر. وهنا الجميع بيترعب من ده وبيحاولوا الهرب، ولكن شيان بيقول لهم اليوم لا أحد مسموح له بمغادرة هذا المكان بدون إذني. ولكن تنسيو لم تهتم لتحذيره، وهنا بيهجم عليها وبيسقطها أرضا. وهنا الكل بيترعب. وهنا بيقول له ميود إن هو نجح في الاختبار، والآن ما الذي تريده؟ وأنا لست خائفا منك أيها الشيطان، واليوم سوف ألقنك درس. وهنا بيهجم على بطلنا، وهنا شيان بيهجم عليه وبيدمر العصا الخاصة به، وبيهجم عليه تاني وبيسقطه أرضا. وبيقول له شيان لو عملت كده تاني فأنا سوف أقتلك، والآن فلتركع لي. وهنا ميود لا حول له ولا قوة، والجميع مرعوب. وهنا بيروح شيان لعند فيشوي وبتكون مرعوبة منه، بس رغم ده بتهدده فبيضربها. وهنا بيقول لي فيكو بيحضر الورقة اللي عليها توقيعهم،
وبيقول لها انظري جيدا، هذا هو توقيعك هنا، وألم ترغبي دائما في معرفة ماذا سيحدث عندما أكون غير مهذب؟ والآن هتعرفي ذلك. وهنا بيمسك راسها وبتظهر شعلة من نار الجحيم حواليها، وبيعذبها وبيتركها حية ولكنها في نفس الوقت ميتة، وبعبارة تانية عبارة عن جثة موضوعة على السرير. وبيقول لي فيكو بيحضر توقيع يوان، وهنا بيترجاها يوان بتركه ولكنه بيخلص عليه. والآن جه دور ميود، وبيقول له شيان إن هو هيعفو عن حياته ولكنه هيبقى بقية حياته على السرير. والجميع مرعوب من ده وبيحاولوا الهروب، ولكنه بيحذرهم من المغادرة وبيخلص عليهم في نفس الوقت. وهنا بيقول لهم شيان كل من وقع على الورقة لن يستطيع الهرب مني، فأنا أتذكركم جميعا، وكل ورقة موقعة بتساوي حياة واحدة، وحياتكم جميعا ملكا لي. ولكن اليوم سأعفو عن حياتكم الرخيصة، ولكن هذه ستكون آخر مرة. وفي المستقبل إذا تجرأ أي شخص على استفزازي فأنا لن أظهر الرحمة له، وهذه هي وثيقة موتكم. وأنا لا أهتم بمن تكونوا أو لأي عشيرة عظيمة أو عائلة كبيرة تنتمون. وبطلنا كل ما يقول جملة بيقتل فيهم، فبطلنا معروف عنه إنه ليس لديه أي مشاعر زي العطف أو المغفرة. وتعالوا بينا بقى نشوف العجوز هيود بيعمل إيه أثناء حدوث هذه المجزرة. وبيكون موجود في ساحة تشينج يانج لمقابلة الشيخ هونج، ولكن بيكتشف إن هو غير موجود. وهنا بيتساءل مع نفسه عن اللي حصل في العاشرة الآن، أو كيف صار اختبار شيان. بس أنا لست قلق من عدم نجاحه في الاختبار، ولكني أخشى ألا يستطيع تحمل وقاحتهم ويقوم بتدمير جميع من في العشيرة. ولكنه بيشعر بعدم الراحة من ناحية شيان، وعليه العودة بسرعة. وهنا بيقابل جونيد وكمان شويد، وإن هما هنا لنفس السبب، وهو مقابلة هونج. وبعد كده بيقعدوا يتكلموا شوية، بلاش نعمق في كلامهم لأنه غير مهم. وفي نهاية الكلام بينصحهم بالتوقف عن التفكير في منصب الخلافة، وإلا هيكون مصيرهم الموت. ولكنهم لم يهتموا لكلامه، وبيغادر هيود بسرعة على مكان الاختبار، وبيوصل على المكان وبيستغرب من هدوء الوضع. وبيدخل على الاختبار وهنا بيلاقي الجثث في كل مكان، وبيروح بسرعة للعجوز ريندي وبيسأله ما الذي حدث. لقد حصل أكثر شيء كنت أخشاه، وهل شيء يخطط حقا لإبادة الطائفة بالكامل؟ ولم أشرح لك الأمر قبل مغادرتي ولم أقل لك أن توقف. بيقول له العجوز هندي أنت جعلت الأمور يبدو وكأنه ليس بالأمر الكبير، بس مجرد تهديد واحد منه كنت مرعوب جدا، وأنت أخبرتني أن أوقف. هل أردت حقا أن تقتلني؟ والشيء الجيد أني لم أستمع لك ولم أحاول إيقافه، وإلا لكانت نهاية اليوم. فقط انظر لميود ولم يتعرض إلا لضربة واحدة. وهنا بيظهر جونيد وشويد وبيتصدموا لما حدث لميود، وهنا بيهددوا هيود بأن هو هيندم على ده. بيقول لهم هيود بكل غضب كيف تجرؤون على تهديدي، وأنصحكم بالتوقف، وكل شيء سيكون على ما يرام، ولا تقولوا إني لم أحذركم أيها الأغبياء. وإذا تجرأتم يا رفاق على إحداث مشكلة مع شيان فعندها ينتهي بكم الأمر مثل ميود. بس بيقول له جونيد هل يجرؤ على ذلك؟ بيضحك يهودا على كلامه وبيقول له لا يوجد شيء لا يجرؤ شيان على القيام به، اذهب وجرب إن كنت لا تصدقني. وهنا بيندم يهودا على طلب هذه الخدمة من شيان، لأنه لما يستعيد طبيعته العنيفة عندها يصبح القتل زي المخدر بالنسبة له، وحركة صغيرة منه كافية لإخافة الناس حتى الموت. وعندما يحين ذلك الوقت عندها ستعاني الطائفة بالكامل وكمان منطقة تشينج يانج.